انت فاهم؟ لم يتوصلوا لحد النهارده في خلايا المخ بتتغذى ازاي، وازاي بيستغلوا جزيء الجلوكوز. فاهم قصدي؟ يعني لحد النهارده هم مش عارفين بياكل جلوكوز بس، ولا المخ بياكل جلوكوز وبياكل دهون. يعني لسه المعلومة مش عندهم ايه واضحة، وده شيء في حد ذاته يخض. فاهم؟ فماهر منير اهو معانا اهو حتى موجود معانا على اللايف دلوقتي. هتلاقيه بيقول لك ايه، هو اللي بعت لي اللينك. انا ببقى مبسوط من الناس اللي مصحصح. يعني ماهر من الناس اللي مصحصحه. انت فاهم؟ عارف فين حقه. انت فاهم؟ وماله، ما تدور يا حبيبي على الحق. انا مش زعلان، بالعكس، ده انا بقول لك احنا سبقنا. انت بتثبت لي ان انا سابق موافق. انا الكلام ده اعتقد، يعني اعتقد ان اول فيديو سجلته يعني كان فيديو صاحب رسالة فعلا، يعني كان في 2018. واول فيديو نشرته من اللي بسجله، يعني برضه انا كنت بسجل حاجات لنفسي. انا كنت بنزل قبل رمضان وقبل العيد. السلام عليكم اساتذتنا اللي على اليوتيوب، استاذ زهره، استاذ احمد سعد، ساميه، الناس الحلوه، سناء. وش سبب لهم السكر؟ وش سبب لهم السكر؟ نهم السكر، نهم السكر. او في حد لا، الدايجستين مش عادي. الدايجستين عادي ولا في ضرر؟ بص حضرتك، السؤال حتى فحوى السؤال: انت بتحبني ولا عادي؟ عادي. عادي يا استاذ محمد سعد. غلط. السؤال ده غلط. انا مش عارف ليه الكاميرا بتعمل كده. هل الاضاءه بتختلف عليا كل ما ابعد؟ يعني لو بعدت كده الاضاءه بتختلف؟ اعتقد كده. مش هخرج من الزوم فمش هتعمل ريفوكس، صح؟ هي بتعمل ريفوكس. ما قلنا خلاص بقى يا محمد يا سيد، اسكت. الدايجستين غلط. كخ. خلاص اديني جاوبت اهو، عشان ما يقولوش الدكتور ليه. ازيك يا ميريت؟ صباح الخير، صباح الخير وردة البيت. صباح الخير ازهجيو زاجيو. سوزي بتقول لك والله كنت حاسه ان في لايف مش راضي انام. لا، انت جايلك ارق من الحر. الارق من الحر، فاهمه؟ فخلي بالك، الحر يعمل ارق. تحليل تراكمي 6.2 استاذ اسلام. الحق نفسك، الحق نفسك. قريبا ان شاء الله سنتين على النظام. زهره سالم. حلو قوي قوي. حلو قوي. الاستاذ اللي سأل من شويه قال هيموجلوبينه التراكمي 6.5. الحق نفسك يا استاذ، الحق نفسك. اديني حذرتك اهو. حر برطوبه رهيب رهيب. الجو مش مخلي الناس تتلم على اعصابها. شكرا يا نسمة، اشكرك يا حبيبتي. اشكر احمد جاد. اخواتنا الاعزاء، اتمنى تكونوا بخير. مفيش حاجه اسمها حاجه تعالج الاورام الليفيه. الاورام الليفيه يعني في التهاب في انسجه الرحم، فبناء عليه هذا الرحم لجأ الى تكوين اورام بيسموها اورام حميده، لان ليس لها صفه الانتشار. فيقول لك دي فايبرويد. يا فايبرويد يا مايوما. في حاجتين بقى هم ظهروا، كلمتين ظهروا، كلمتين. الفايبرويد يعني جسم ليفي، بس ليه شكل شبه البصلة. لايرز، طبقات فوق بعض. شبه البصلة في كده ان هو لايرز. فبناء عليه هو طبقة ليف اتكونت مثلا في شهر مايو 2015، وطبقة ليفة تانية تقيلة اتكونت في شهر سبتمبر 2017،
وهكذا. وان بتوين بقى مراحل تليف متعدده، يعني ما بين الليفه والتانيه تاريخ بيحكي التهابات. دي فايبرويد. في مايوما بقى اللي هي بقى ورم في الرحم من خلايا العضله نفسها. فهنا ظهر عندي منشأين للاورام، الاورام الرحميه الحميده. منشأين، غالبا المنشأين يا فايبرويد يبقى نسيج ليفي متحجر كده بيبقى واخد شكل معين، فبيخش الدكتور يقوره ويشيله، او مايوما الورم بقى طالع من النسيج العضلي نفسه اللي هو النسيج الانقباضي في الرحم. صباح الخير دكتور هاني، صباح الخير. شكرا يا طارق. فبناء عليه الاورام الحميده في الرحم اتنين، والاتنين ناتجين عن التهاب متكرر في نسيج الرحم نفسه، وبناء على اضطراب في محور النخاميه الدرقيه الكظريه الجنسيه، مبايض او خصيتين عند الرجال. فتلاقي حضرتك المشكله على طول هذا المحور مشكله، يعني مشكله المحور ده ومحور الشهيد ابو زيد محمد، الاثنين دول تلاقي عليهم مخالفات كتير. يعني طول ما انت ماشي في المحور ده او المحور تلبس مخالفات لو انت من غير حزام. فبناء عليه اضطراب الغدة النخامية المتكرر هو، واشكرك يا استاذة فتيحة، اضطراب المحور النخامية في الدماغ الدرقية كظرية فوق الكلوية، واختارهم الكظرية فوق الكلوية لان الكظرية اللي فوق الكلوية بيحصل فيها قصور نسبي على مر الوقت. احنا كنا بنحكي من شويه في اورام ليفيه عشان ما تتوهوش مني. الاورام الليفيه ده عرض من ضمن الاعراض، بيخف بيروح موضوع الحلقه ولا حاجه. انا طالع كده بقى، احنا يوم جمعه اجازه، فطالع يوم الجمعه على الاجازه ما بتكلمش على حاجه، انا نشرت من شويه دراسه، الدراسه دي معموله السنه دي باب ميد. حلو. الباب ميد ده بقى موقع طبي متميز. الدراسه دي نشرها واحد بيقول ان احنا في 2025 مش عارفين خليه المخ بتاكل دهون ولا لا. انت لحد النهارده امال بتعالج ازاي ام اس تصلب لويحي؟ بناء على ايه طالما انت مش فاهم خليه المخ بتاكل ازاي، بتتغذى ازاي وقت الاسترس ووقت الستارفنج وقت الفيد ستيت اللي هي انت واكل بقى. يعني انا مدي امعائي من شويه وجبه غذائيه. ما هي اسباب انتشار الطلاق من وجهه نظر الطيبات؟ لا يا بابا، الطلاق ده شيء مشروع، نخلي ده الموضوع ده في الاخر عشان ما نبوظش القعده من الاول. ماشي. انا قاعد في وش التكييف، هعمل ايه حضرتك؟ احنا الجو هنا الرطوبه دلوقتي 67%. يعني لو عشت على الهواء الجوي تموت حضرتك دلوقتي. لو احنا كمان عايشين في علب كبريت، يعني احنا مش عايشين اصلا في المفروض الانسان يعيش فيه. يعني المفروض حضرتك تعيش في مكان فيه جود اريشن، وفي سبيسنج. دلوقتي انت حضرتك عايش في حق، انت اصلا عايش في حق ارتفاع الجدار 2 متر و60 سنتي على اقصى تقدير، ما بيكملكش 3 متر ارتفاع. فانت دايما بصرك متحدد بايه؟ بسقف. حلو. و4 حيطان طوب حراري واسمنت ومحاره وانت داهن، فانت قاعد في علبه كبريت حرفيا. انت المفروض تقعد في خيمه. ماشي. المفروض ايه؟ تقعد في خيمه. لا انا مش هطفي التكييف، اللي عايز يقفل التكييف مضايقه يقفل، انا ما توجعليش دماغي، انا حران اصلا خلقه. محدش يقعد يقول لي بقى ممكن انقل المكان، لكن ما حدش يقول لي صوت التكييف واضح، اصل هو 5 حصان. فاحنا المفروض حضرتك نقعد جوه خيمه. تلاقي بقى ايه ده شفت ده اشتغل اهو بقى كده، الكمبريسور اشتغل. بص صفاء الوحيده اللي متاثره، صفاء
بنحييها عصب السمع اللي هو العصب الثامن شغال عندها ممتاز. ممتاز. هذا العصب شغال عندك بامتياز. صفاء رفاعي بنطمنها على نفسها يا جماعه، دي مش محتاجه تعمل سرعه ترسيب. الاضاءه عشان خاطر انا في البيت يا استاذه اميره، اعتقد اللوكيشن كله متغير. استاذ غنيمه عنده انخفاض في الضغط. ما تتكلمش كتير ولا تكتب كتير، يعني حركه ايديك على الكيبورد في حد ذاتها خطر. خطر. ما تتكلمش كتير ولا تكتب كتير يا غنيمه، ماشي؟ صفاء بتكمل، بص صفاء بتكمل بتقول لك انقل يا ستي، انت الوحيده اللي بتشتكي، انت اقفلي بقى اللايف وخلاص. واشعر بان عضلاتي تعبانه والمفضل عندي باظت، اعمل ايه؟ سيب نظام الطيبات، يعني طالما مش عارف ايه باظت، سيب نظام الطيبات. نظام الطيبات معمول للطيبين، فيعني في هو زي اوضه 207 كده، بتختار الناس بتاعتها، فاهمه؟ يعني في ناس تمشي على الطيبات ترتاح، فاهمه؟ فخلاص الناس اختارتهم، يعني الطيبات اختارت الناس بتوعهم. يعني الناس اختفت تماما. شفتي اهو سيده ما اعرفهاش برضو بين كذا، هتلاقي بتوع المغرب بيخفوا، ماشي؟ والله المشكله في صوت التكييف، صوتي انا مش باين، يعني المشكله في صوت التكييف، فاهم حضرتك؟ بس والله انا في البيت النهارده وما نزلتش عشان خاطر الحر، فما جبتش ما جبتش عصير قصب. المقصود من الدراسه اللي انا نشرتها، مش بوريك، انا بوريك ان هم في 2025 ومش عارفين سبب مرض السكر. مش عارفين ليه السكر ساعات يعاند الانسولين، فاهم؟ يقول لك انسولين ريزيستنت، يعني انا بدي انسولين والسكر بتاعي ما بينزلش، هم مش عارفين السبب ده. حكوا لك ان انت احتياجك للانسولين بيزيد مع الاسترس، ماشي؟ طب قبل ما يجي لي سكر فانا عندي اعراض، فبدا يقول لك ايه، لا ده انت بري دايابيتك. لا، الام اس قصته سهله. الام اس ده تليف في النسيج ما بين الاعصاب، ده سهل قوي الام اس ده. يعني حضرتك لو عايز تقول قصه ام اس، قصه ام اس قصه في منتهى التفاهه. يعني انا زمان اما جيت ابدا شغلي وابدا يعني رصدي للتغيرات، ما لقيتش حاجه اسمها ام اس اصلا. يعني كان بيجي الناس ووقف الدواء اوتوماتيكالي، ما باخدش وقت معاه، يعني ما باخدش ودي مع العيان. انت يا حبيبي هتوقف الدواء، هتمشي على هذا النظام. مش حاجه اسمها القشطه البلدي خرجت يا باشا لو سمحت. الاكل في عموم الحال، يعني انا عايز اقول كلمه، ماشي؟ هي دينيه، هي دينيه، بس انت حضرتك ممكن تتعظ بيها في حياتك، يعني عشان خاطر ما اخرجش عن شعوري بقى، فاهم قصدي؟ بيقول لك ايه عن سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: لم يشبع آل محمد من طعام شعير او من خبز شعير يومين متتاليين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. فاهم؟ بس مش هشوف فرضيات يا ماهر. انا يوم ما عرضت الدراسه عرضتها عشان الناس تتفرج على التخبط، شوفوا العبط، فاهم؟ يشوفوا ان كلامي من 5 6 سنين يوم ما عرضته كان صح، يعني يا ريتني فكرت اعرضه من قبل كده، فاهم قصدي؟ فمعنى كده من كلام النبي ايه؟ ان انت حضرتك انت بزود في الدنيا شويه، يعني حضرتك شفت اطفال البنيه، حضرتك ايه، حضرتك هم كلوا اكله كلهم مع بعض وباظت مع بعض على طول، على طول. ما تقعدش تقول لي مرض مناعي فجاه، مفيش حاجه اسمها الكلام ده، مفيش لا مرض مناعي ولا سرطان بيهاجمني ولا الكلام ده، ده هكس، ده هكس. موت الفجأة حاجة كبست القلب. فكر انت بقى ايه بقى اللي بتكبسه وخلاص. شوف الراجل ده كان على صيام ولا لا؟ يعني استحالة واحد هيموت فجأة وهو كان صايم قبلها 12 ساعة، استحالة، استحالة، ما بتحصلش، ما بتحصلش. يقول لك انا كلت تعبت، هو بينسى يقول كلت دي، حضرتك فاهم؟ هو ما بينسى يقول ايه كلت دي، يفتكر مجهود بدني، يفتكر ستريس،
تفتكر انها حامل، تفتكر انها زعقت واتخانقت. انت فاهم؟ معنى كلامي من قصة حديث السيدة عائشة ان شبعك يوميا مش مقتصر على صنف. يعني هو يوم كان بياكل عيش، يوم كان بيشرب ميه وتمر. انا لو قلت لواحد اشرب ميه هيضحك، يعني انت فاهم؟ اذا كان الناس بتسالني بيقول لي انا مسموح لي قد ايه ميه، مسموح لي يبقى كام معلقه سكر، ولا كأنه بيتنافس مع حد عشان يوصل لتارجت. حضرتك انت ممكن لا مفيش كوفي ميكس معاه. حضرتك ممكن تقعد بالخمس ست ايام ما تدفعش حاجه سعادتك يعني. انت فاهم؟ يعني ما تاكلش حاجه حضرتك، ما تريح بطنك بامعائك بقولونك، ما انت بقالك 200 سنه بتاكل. يعني عمري ما شفت واحده من اللي بتشتكي تقول لي انا كان عندي صداع فما اكلتش النهارده. بتلاقي جدولها ماشي عادي. يعني بتلاقي حضرتك هي واكله تونه الصبح عادي، والظهر كلت سمك عادي، وبالليل كلت توست وجبنه وبطاطس عادي، وشربت عصير عادي. فتلاقي اليوم ده تقول لك انا كله مصدعه. طب حضرتك انت ما فكرتيش تقفلي بقك شويه لحد بكره مثلا؟ يعني نساعد بعض بقى، يعني نفكر ايه مع بعض. فتلاقي واحد داخل لك يقول لك ايه، هو القشطه انت شلتها من النظام يا باشا، ما تاكلها مره ما عنديش مشكله، بس انت ما تقفش بقى تقول لي انت سمحت فانت كل يوم الصبح نص كيلو قشطه على الريق. ما انتش حتى ابو كف كده، ما هو ما ينفعش يا بابا. هو انت مالكش اسوه في اي حد من الصحابه؟ يعني ما فيش حد عجبك مثلا تبص عليه كال شرب ايه؟ سلمان الفارسي مثلا يعني، مثلا حضرتك عمار بن ياسر، واخد بالك يا اخي؟ حتى شوف المليارديرات فيهم، عثمان بن عفان ولا عبد الرحمن بن عوف، شو كانوا بياكلوا ايه؟ هو انت حضرتك ليه دايما يعني انت عايز تبصمني على مائده انا مش عايزها تبقى كده؟ ما انا ليا سياسه في نظامي، يعني انا ليا سياسه في نظامي. حضرتك دلوقتي انت طالب ايه؟ دكتور حسام صباح الخير. حضرتك دلوقتي انت طالب صحه معينه، حاجه ايدياليزم. حضرتك عايز توصل تبقى انت السوبرمان، فما تسالش السؤال ده. اللي عايز السؤال ده بقى يحافظ على نفسه اكتر مني، يعني انت فاهم؟ اقفلي بقك يا مدام بالظبط. يعني حضرتك لما تيجي تشتكي، فاهم؟ او الراجل لما يحب يتحدث عن الوفره يعني بتبكسل عشان خاطر بتري فوكس. انا مش عارف اعمل ايه. اروح اغير المكان، اروح اقعد هناك وانور النور ده واقعد هناك. ممكن اقعد هناك، يعني ممكن انور النور ده واقعد هنا ويبقى في شويه نور كده وكده تبقى اتوزعت. لا حضرتك يا استاذه ليلى، هو انت بتلاقي ايه دايما السؤال حضرتك؟ قول لي فطار غدا عشاء اكل ايه؟ هو انت حضرتك ليه روبوت؟ يعني ما تخليك بني ادم. انت فاهم؟ اعتراضك دكتور خفيت ام اس وخشونه المفصل. خفيت ام اس وخشونه المفصل الحمد لله، الحمد لله. ودي ما بتاخدش دواء، يعني خدت كورتيزون شويه. استاذه دينا محمد اللي مره من حوالي 5 شهور اتكعبلت على وشها ما استظرفت. دي دي ودي كانت هتفصل، هتشيل مفصل. دي شابه عندها مش عارف 28 29، ما اعرفش 32 بالكتير اعتقد. دينا محمد دي جايه لي بام اس، بعلاج الام اس، وجايه لي بمفصل مخرماه، عامله فيه دي كومبريشن. بيخشوا يخرموا ويعملوا دريلنج في راس مفصل الفخذ. دريلنج يعني بيعملوا 5 6 خرام. جات لي هتغير المفصلين، شابه لسه صغيره مخلفه 3 مرات، طبعا مقضي على كل المخازن بتاعتها، معجزه قبل اوانها. فشكوتها ام اس، وشكوتها كانت خشونه مفصل الحوض على الناحيتين فور ريبليسمنت. هتركب بقى حديدتين وتمشي بقى ايه، انسان آلي. انت فاهم؟ جاهدت والله معاها، وهي طلعت عيني، هي واللي معاها. انت فاهم؟ بس ربك اما بيكرم. مفيش دواء هي بتاخده النهارده، مفيش دواء هي بتاخده النهارده. اللي انت محاصر كبني ادم، انت محاصر كبني ادم بتيار
عظيم، مش طيار عظيم، هو طيار سائد، هو طيار اوحد، موجهك لحته غلط. سمعت كلام جديد على ودان ما سمعتش غير الكذب طول حياتها، فطبعا لازم كان الكلام ده يتقابل بالرفض، وهو اتقابل فعلا بالرفض. هو اتقابل فعلا بالرفض. الكلام ده من 5 سنين ما كانش ليه حد بيقول له ازيكم، كان كنت بتشتم بس. انا فاكر اول فيديو عملته عن الميه، عن الميه، وبقول مفيش حاجه اسمها شرب آه، عدد لترات من الميه، مفيش حاجه اسمها. لا هي فعلا بتبكسل، انا هغير المكان. انا اعتقد انا شايفها بتبكسل، لان انا بتحرك كتير. وبص هي بتبص بتعمل لوحدها ازاي، حتى لو ما اتحركتش بتعمل ريفوكس كل شويه. من 5 سنين لما قلت اول فيديو عن الميه ده كان فيه 1200 تعليق، انا فاكر كلهم بالليل. انا كنت بالليل سهران، كنت قاعد بتكلم مع حد، انا قاعد بعمل بلوكات وبمسح كومنتات، عشان انا قلت بس ما تشربوش ميه، قلت عطشوا نفسكم شويه. مفيش حاجه اسمها غسيل كليه ب5 لتر ميه، ولا 2 لتر، ولا 50 سنتي. انا من الصبح ما شربتش ولا بق ميه، والله العظيم. فاهم؟ فاهم؟ شربت من شويه عصير، ممكن كنت خدت معلقه عسل من حبه، لكن انا ما اكلتش حاجه لحد دلوقتي، ما اكلتش حاجه. ف اتشتمت، اتشتمت. ازيك مجدي، دكتور مجدي بولس، ازيك يا حبيبي، صباح الخير. مجدي انا من الناس اللي بحبها قوي، ببقى مبسوط ان انا بشوفه على اللايف. لا محمود تقول بنت اختي عيونها صفرة، وش السبب والعلاج؟ معرفش، معرفش. انت عايز السبب والعلاج ليه؟ انت قاعده في الجنه، يعني قاعده في الجنه، ووش السبب والعلاج، وبنت اختي، وبنت اختي يعني. يا اخي الناس دي عجبا لكم ايها العربيون. قلت لك وش السبب والعلاج، والله، والله العظيم، والله العظيم. ايش ارى بعيوني، والله والله ما ادري، والله ما ادري. صدق محمود الليثي والله. عارفه محمود الليثي؟ تسمع عن محمود الليثي يا استاذه الاء؟ اسمك ايه؟ ايش بالله عليك يا شيخ ايها البني ادميون. والله، والله، من القاهره نحييكم. تنصحنا بشرب الماء يا باشا؟ لا يا باشا، انت حضرتك تفضل معلش يا دكتور تونا نتناقش في لا ما تتناقشيش مع حد، خليكي في حالك. يعني استاذه الاء محمود، خليكي في حال حضرتك، لا تتناقشي مع احد ارجوكي. نظام الطيبات ينتشر لوحده، انه ينتشر ويستمر ويستمر وينتشر والله حضرتك عندك حق استاذه زوزو. انا هقوم اجيب البرفان، انا كده كده في بيتي البرفان اللي انا عايزه. لكن هذا الاسلوب، لا تتناقشي مع حد توا يا استاذه الاء لو سمحتي. احنا لما نيجي نختار للنظام سفراء هنختارهم بعنايه. انت من السعوديه برضو ما تتناقشيش مع حد، بالعكس انت في السعوديه ده من باب اولى تلتزمي بيتك والصمت. الصمت، الصمت لغه العظماء. اصمتي يا الاء، اصمتي لله يومين 48 ساعه. عارفه لو صمتي وقفلت بقك هتجيلنا. شكرا يا جيجي، اشكر. ويتغلغل ويستمر ويستمر. انه واحد فقط، انه نظام الطيبات، انه نظام الطيبات. نعم، اصمت، اصمت تجد ما يحلو لك. اصمت، اصمت. انت بقالك سنين، بقالك سنين بيخلوا تدهن وشك دهانات، ورجليك وايديك وصوابعك، واتهموا بشرتك بالتصبغ والسواد تحت العينين من قلة النوم، واكن ربنا خلقك تنام على ودانك اكتر ما انت نايم. طب يا باشا انا نايم على وداني طول السنة برضه تحت عيني اسود؟ لا،
مش تحت عينيك بس، تحت عينيك وتحت ودانك اسود، لان انت نايم على ودانك اصلا، فانت عينيك ما استفادتش وودانك تحتيها اسود. طب يا باشا، اجهادي ده زي واحده النهارده برضه ماشيه ورايا في الكومنتات، كل ما حد يقول رجليها فيها سخونه تقول له فيتامين ب 12 اكشف. فيتامين ب يا بنتي طب انت حضرتك وانت داخله العزا مش تسالي عزم ومين ده؟ مش عزم مبخ ده حضرتك، انت داخله تقولي ليه اضافه وتخلي الناس يعني بسبب حضرتك يتهروا حقن في التوته، وكلها نازله في البيبي، يعني هو ياخد الحقنه حمراء في التوته اديله بليكس يوم يوم لا، وبعد كده تلاقي بقى شمامها هو في البيبي، هو شمامها في البيبي دلوقتي، فيبقى مبسوط قوي قوي قوي. ده اكبر دليل ان النسيج البيني متصل اتصال وثيق اينما وجد، وانتشر واستمر واستمر واستمر. ايوه بتاخد الحقنه الساعه 2 الظهر عند الصيدلي بعد ما يقولك بالشفا يا حاجه، تمشي بقى انت تعرجي كده في الشارع، ما انت خلاص خدتي الدواء السحري. بعديها بساعتين تخشي تعملي البيبي كله فيتامينات، البيبي بتاع حضرتك كله فيتامينات يا مدام كوثر. محدش واقي شمس، لا حط واقي شمس، الشمس اللي احنا بنشوفها دي اطفال المنيا ده موضوع مشكله مشكله. طبعا الشمس بتاعتنا مش محتاجه واقي، احنا الشمس بتاعتنا محتاجه شمسيه. يا ابني استنى استنى استنى، هو مش النظام بتاعنا ده هتخش بيه في النار؟ انت بسيدنا ابراهيم، لا اهدى 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 اهدى، مش هتطير يعني مش هتطير. يقول لك انا على الطيبات، انا همشي على الميه، لا استنى استنى، في دوامه هناك تقع في البلاعه، خد تعالى خد تعالى. غلط، انت كده فهمت امكانياتك غلط. انت لا هتطير من على السطح ولا هتمشي على الميه ولا القصه دي. استنى استنى لو سمحت، احنا موضوعنا سهل، انت هتبقى بني ادم عادي خالص بتمشي على رجليك وبس، يبقى عندك بقى ايه ساعتها مخ تفكر عادي. ازيك يا ليلى زوك؟ فاهم؟ يقول لك انا خدت حقنه الاعصاب فيتامين بي 12. طب يا باشا ما لقيتش بي 12، خد بي 6 مرتين. ايوه خد بي 6 مرات. طب عمرك ليه ما سمعت عن بي 10؟ ليه ما فيش بي 10؟ ليه ما فيش بي؟ ما حدش ليه عنده نقص في بي 10؟ يعني انا مش عارف. بي 10 احنا ناقص لنا اهتمام يا باشا، احنا نطينا كذا بي في النص، احنا نطينا كذا بي في النص. احنا قلنا بي 6 مهم في الاطفال لما يجوا يرجعوا، يعني لو خدت بي 6 مرتين تبقى بي 12، تبقى انت اعصابك يبقى انت اللي رجعت واعصابك تمام. بس بي 10، بي 10 مع ان احنا رحنا عملنا كيو 10، بس بي 10 انا حاسس ان المشكله فيه، يعني احنا عدم اهتمامنا بفيتامين زي بي 10 اعتقد ان هو السبب في كل مشاكلنا. واعتقد ان السجاير هي سبب نقص بي 10. مش عارف ليه الناس مش مهتمه ببي 10. مش عارف. هل ملوش انصار؟ ملوش شعب زي رنا رئيس كده؟ الحق تاه، الحق تاه، الحق تاه. غطوه اتردم، مات. ما بقاش عندك انت معايير للتصديق. والله العظيم انت ما عندك معايير للتصديق والتكذيب. انت يا حبيبي كما قال هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وترجع تقول انا ما بقولش الكلمه، انت بتقولها. انت لما باجي انا اتكلم بتقولي هم قالوا. ما هو انت الكفر باين في الكلام، انت بتقولي هم قالوا، ما هو نفس الكلام. انت ما بتقولش اما حطيت دراسه لقيت واحد بيقول هذه الدراسه لا تثبت شيء ولا يوجد امباكت فاكتور، وعنده حق، ولا مدى مصداقيه هذه المجله ولا يا باشا. طب طالما انتوا ما بتفهمش حاجه، يعني حضرتك بشهاده بق حضرتك لا تفقه شيء، امال ليه من يوم ما طلعت لحد النهارده اين دراساتك، اين ابحاثك، اين هذا الظاهر؟ طالما انت ما انتش فاهم، يعني طالما انا هعرض عليك
دراسات هترد عليا تقول لي ده مش شغلتي. طب بتعجزني ليه؟ يعني بتعجزني ليه من الاول؟ يعني اما جيت قلت الكلام ده من محض تفكيري ورصد ملاحظاتي، ودي نظريه انا حطيتها لحل معضلات في الطب. ما هو انت من المعضله، ما انت من المعضله الفكريه ان انا اقنعك بالبديهيات. ما هو انا طالع اقنعك بالبديهيات، انت فاهم؟ انت فاهم احنا وصلنا لحد فين يا باشا؟ انا بقنعك بالبديهي، بالحقيقه. فانت ودنك متعوده تسمع الكذب بقالك سنين، وبعدين انت بتردده. يعني فاهم؟ يعني انت بتردده كمان، انت مش مجرد متلقي، لا، ده انت بقيت بوق لنشر هذا الهراء. فانت مشارك في هذا البولشيت، فعلا بولشيت فعلا. فارجوك املص ايدك، لان ايدك متعاصه بدم غيرك. ما انت قعدت في قعده ونصحت بالشاي بالقرنفل، وقعدت في قعده ونصحت باقراص الحديد، وقعدت في قعده ونصحت بالسنترم زي ظافر عابدين. احنا عايزين نعمل المشهد ده واحنا بنجري. ايه ده؟ المشهد ده محتاج طاقه. مين اللي قالك ان ما عندناش طاقه؟ انا ظافر عابدين وعندي طاقه. فهمت انا بصدر لك ايه؟ بصدر لك سنترم فور هيم وسنترم فور هير. انتوا كمان صنفين، وبعدين انتوا فئات. انت سنترم فوق ال40، ولا سنترم فوق ال50، ولا سنترم بعد الوفاة؟ انت انهي سنترم؟ يلا انت مبعوث في الدنيا ساعتين هتعيشهم في الدنيا، تعمل فيهم رسالة وتغور. ده احنا مش فاضيين لحضرتك اصلا نتابع قصة حياتك. انت قصة حياتك بالبول الرغوي، بالبول بانتفاخ تحت العينين، بتصبغات بين الفخدين، بالجلطة الرئوية، بالسدة الصمامية، انت انا مصري اسماعيل السرف بيقول لك نقص الحديد تاخد حديد. لا يفتى والفيروجلوبين في المدينه، لا يفتى وكبسولات الفرس في الايرن في المدينه. فهمت؟ فانت صعب بقى عليك تقنع بني ادم بالبديهيات. اقنعك ازاي؟ انا اقنعك ازاي ان السكر مش سام وهو موجود في كل اللي حواليك؟ يعني هو موجود في كل اللي حواليك، اخضر كان، حبوب كانت، سكر ابيض. ويقول لك السكر الابيض، شيل السكر الابيض يا عم لله. ده انت السكر الابيض ده نعمه ربنا على الانسان، انه هداه يعمله ازاي بس وخلاص. الاستاذ اللي بيسال على مخزون الحديد، اللي عنده نقص في الحديد ياخد حديد ساعتين ونغور كلنا. فانت هتفلقنا انت بقى في الساعتين بتورم القدمين واصطفاف الفخدين وتعرق الرجلين. هنعيش مع حضرتك، لان انت حياة حضرتك ماشي، حياة حضرتك دي مهمة بالنسبة لنا كلنا. فاحنا هنعيش معاك بقى في ذاكرتك القصيرة اللي نسيتها، وذاكرتك القديمة اللي لسه فاكرها. وانا خايف على نفسي من الزهايمر. ما تنسى يا حبيبي، انت كل حياتك ذكرياتها بائسة، انساها. يعني ابدأ حياة جديدة النهاردة، انسى اللي فات. مين دول؟ عيالي مش مهم، ابدأ بقى جديد. يعني انت ليه مصمم تفتكر حياتك كلها؟ ليه؟ ربنا سماك انسان عشان تنسى، تعيش في الدنيا انسى. انت ناسي حقائق اكبر من ده. انا ساعات اما افكر، يعني ساعات اما اقعد اللي عنده نقص حديد ياخد حديد على طول. الصفحه دي معموله للردود الصعبه. لكن اللي عنده نقص حديد ايوه طبعا بائسه. حضرتك دلوقتي في ربنا ذكر البائس الفقير، عشان ما حدش يقول لي 24 جزء في الدنيا ايراد بناخدهم. الدنيا ليست دار
ماشي. الدنيا ليست دار مساواة، وليست دار ايكواليتي خالص، انسى دي خالص. احنا الدنيا عشان تبقى فيها تعاقب وفيها تلاحم وفيها تدافع لازم يكون في شوية تغيرات كلنا عن بعض. احنا بقى ممكن في الاخره ساعات نتساوى ببعض، تلاقي فقير وغني تساووا مع بعض بقى، ده غني شاكر ده فقير صابر. لكن 24 قيراط هتحاسب عليهم ربنا مفيش، ده هو هيحاسبك على عدد قراريطك، فهيبقى حسابك متفصل. يعني انت جاي الدنيا بقيراطين، انت جاي يعني بص الاستاذ محمود ابو زيد ده كاتب مصري وسيناريست رهيب رهيب رهيب، عمل مجموعة من الأفلام والروايات. راجل قدر يجسد، يعني هو قدر يجسد أفكاره في شخصيات. عمل فيلم العار، وعمل فيلم جري الوحوش، وعمل البيضة والحجر، وعمل فيلم الكيف، وعمل البيضة والحجر والكيف والعار وجري الوحوش. مش فاكر في حاجة تانية ولا لا. هتلاقي حتى في اختياره للأسامي اللي جوه الأحداث بتعبر عن حاجة. يعني هتلاقي فيلم الكيف محمود عبد العزيز اسمه جمال أبو العزم، أبوه اسمه أبو العزم اللي هو آدم، وهو جمال أبو العزم. التاني بقى اسمه إيه؟ التاني كان اسمه جمال أبو العزم، والتاني كان اسمه إيه؟ هفتكر اسمه دلوقتي، اللي هو التاني اخوه التاني اللي هو يحيى الفخراني. ازيك يا بشوي عامل ايه؟ واخد بالك؟ هتلاقي سمى احمد زكي في البيضة والحجر اسمه مستطاع الطعزي، اسم العيلة الطعزي، هو اسمه مستطاع. اخوه التاني اسمه كمال، اخو مستطاع. انت فاهم ازاي؟ هتلاقي بهز، وهتلاقي بينده على الولد اسمه ايه؟ زلو، الولد اللي كان شغال عند جميل راتب اسمه زلو. لكن انا اختلفت معاه في حاجه، هو في جري الوحوش عمل الدنيا، شكرا يا ميريت، عمل الدنيا ايه؟ عمل الدنيا 24 قيراط. لا، هي الدنيا مش 24 قيراط. لو هي 24 قيراط ومتوفيه يبقى احنا في الاخره حسابنا واحد، كلنا زي بعض. يعني احنا كلنا زي بعض. هتلاقي اسامي كده، هتلاقي سما شكري مع ان اسمه ايه ده ما كانش بيشكر، اللي هو حسين فهمي في العار، فاهم؟ وهتلاقيه كان مسمي شديد عبد القوي شديد في فيلم جري الوحوش، اللي هو محمود عبد العزيز كان اسمه صلاح ابو العزم. ايوه، كان يحيى الفخراني اسمه صلاح ابو العزم، كان صلاح وجمال ابو العزم ولاد ادم بقى، انت فاهم؟ وده صلاح وده جمال، انت فاهم؟ لا بس اختلفت معاه في بصته للحياه. لا، الحياه مش 24 قيراط، الحياه مع ناس 200 قيراط. عادل ابو زيد صباح الخير، يعني 200 قيراط 300 قيراط. عند قارون كان 2000 قيراط. يعني قارون ده هتلاقي دوره في قصه سيدنا موسى قصه ملحميه، القصه بين راس الكفر مدعي الالوهيه وبين ثائر عبد من العبيد في مصر. والسائر ده عامل ثوره، والثوره عماله تجر ناس، وناس تامن بيه وناس تكفر بيه، وقصه. وفجاه يظهر دخول مفاجئ لشخصيه مفاجاه، اللي هو مين؟ اللي هو شخصيه قارون. تخش تلاقيه دخل فجاه، فتلاقي اضل ناس من مؤمنه فتنه، دخل فتن الناس. يعني فتن يعني 24 قيراط دي غلط، مفيش 24 قيراط في الدنيا. فتلاقي قارون دخل دخول مفاجئ، يعني بلغه السيناريو والحوار هو دخل دخول مفاجئ. بس ربنا وراك ايه؟ وراك الشخص ده، ما ده شخص صاحب فتنه، يعني مخلي الحرب شغاله بين، وهو في الاصل شكله ما عملش حاجه. يعني ما قلتلكش ما تطيعش موسى، ما قلتلكوش ما تسمعوش كلامه، ما قلتلكوش ما تمشوش وراه، ما وقفتش ضد الثوره اللي قام بيها موسى
واستحملوا فيها الشباب ومات فيها ناس وبتاع، وناس اترفدت وناس، انت فاهم، يعني ناس خسرت حاجات. لكن قارون عمل حركه اصيع بقى، هو خلاهم في عز الحر ده، وقام طالع ماشي بموكبه قدامهم، فاهم؟ فتلاقي ربنا حتى ما طولش عليه في الكلام، قال لك فخسفنا به على طول كده، يعني فاهم؟ يعني فخسفنا به على طول. ده اللي زي ده دوره ثانوي، كومبارس، يطلع يتضرب بالنار، انت فاهم؟ يعني يطلع في المشاهد كده يقول لك ايه، فده كان منافق او كان ده خاين او ده كان عميل فاتضرب بالنار وخلاص. يعني لم يلقى له بالا. قصة فرعون بقى، فرعون كان موت بمشهد درامي، بملحمة، بمعركة، بمطاردة. لكن لا، التاني لا، التاني كلب، ما يساويش الحوار ده. التاني ده كلب، فاهم؟ يظهر ويتضرب بالنار وبيتخسف بيه الارض عشان يبقى عبره في ساعتها، يعني عبره دنيويه. لا ازيك يا شيرين فكري، عامله ايه؟ شكرا يا اسماعيل، شكرا لاهل المغرب كلهم، اشكرك. فاهم؟ فتلاقي دور قارون ده دور الراجل المنافق الافاق، اللي هو بوشين، اللي هو مش صاحب مبدأ، انت فاهم؟ اللي طلع بفلوسه عشان يفتن حتى اصحاب الايمان واصحاب اصحاب الموقف، فاهم؟ وده اللي كان مخلي واحد زي حالاتي اول ما طلعت اما اتهاجمت، وبعد شويه بدأ يظهر طيارات ياخد من كلامك ويحط عليه كلام تاني، انت فاهم؟ لا، هو كان مشكلتي انا مع ده. انت هتشوه شكل الرساله الاصليه. الرساله الاصليه مش احنا هناكل ايه، لا يا باشا، احنا هنعيش ازاي. احنا اللي كنا بنشوفه قبل كده في حياتنا احنا هنغيره ازاي. انت مش همك دايما الاكل، انا اما اخرج مع اصحابي هاكل ايه؟ مش لازم تاكل يا باشا، انت هتبقى بعد كده انت التيار السائد. انت التيار السائد دلوقتي، احنا ماشيين، طول ما احنا ماشيين بناخد سناكس، بنشرب حاجه، معانا ازازه ميه عشان احنا رياضيين، وبنفقد ميه واحنا ماشيين. انا مش فاهم، انت لا انت ماشي من قريش للمدينه، ولا انت بتحارب بدون ضله. لا يا باشا، انت عايش في تكييف تحت مظلات، بتستظل بوقت ما انت عايز، فانت يا باشا باشا اصلا. ايوه يا اميره، احنا بقالنا شويه، مش كده يا اميره فاروق؟ مش كده؟ كده. ما تبقاش دورك في الحياه كومبارس، خليك انت يعني رول موديل اللي حواليك. يعني ايه رول موديل اللي حواليك؟ يعني انت مثل اعلى، مثل اعلى. هي مش القصه هي القشطه معانا ولا لا، يا باشا ما تاكل قشطه النهارده، انا ما عنديش مشكله، بس فوت بكره بقى. لكن ما تقوليش انا كل يوم باكل نص كيلو قشطه، مش انت قلت القشطه تمام يا باشا؟ يا باشا ما هو ماشي، ما تخلي ليك فرصة لهضمها، لمتابعة أضرارها، لرؤية تأثيرها على جسم حضرتك. ما ده أنا عشان كده بقول لسعادتك، أنت ده مش نظام أكل، ده نظام لحياة حضرتك، فأنت بتتابع جسم حضرتك، فبتشوف بيرد على سعادتك إزاي. فده مبني على رؤيتك، ده مبني على، شكرا يا طارق، ده مبني على رؤيتك أنت. انا بسلح سعادتك انت، بقول لحضرتك اعراضك. ايوه اميره عز، اميره فاروق فوق، انت اميره عز تحت. ما انا عارف ايمان العاصي ازاي. ف موضوع بقى الدقيق، باشا حضرتك انت وسط محصول متبهدل يعني. يعني غير ان هو محصول ضعيف، محصول متهرمن. غير انه محصول متهرمن، محصول فيه فطريات بزيادة. محصول لم يتم تخزينه ولا التأكد من جودته على جسم الإنسان. في سموم، في سموم، ده غير المبيدات الحشرية، غير بقى نسبة الجلوتين لنسبة بقية مكونات الحبة اختلفت، بتسبب تحسس وأعراض ألرجي، بتعمل مشاكل انسداديه في القولون والامعاء. حضرتك فاهمني ولا ايه؟ يعني انا الكلام ده كله بقوله على القمح اللي موجود دلوقتي،
عشان ما حدش يحطني في مزنق. انا اتحطيت في مزنق شخصيا من فتره. انا فلاح وطول عمري اكل قشطه وجبنه وجرجير ولا عمري شفت راحه. طب انا هعمل ايه يا استاذ ايهاب صلاح؟ هو الناس عايزه، يعني حضرتك، هم الناس عايزه شويه ايه؟ يعني شويه صبر على المناقشه وشويه حكمه. والحمد لله، يعني الحمد لله الاتنين دول مش عندي اصلا. يعني انت حضرتك فاهمني؟ يعني شويه الصبر. انا هو جربت اغير المكان اهو، خلاص. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي ايه، يعني نحاول كده احسن. هو التليفون ده بيعمل ريفوكس كتير غير ده. فاهم؟ اه. 5 سنين مريضة سكر نوع أول. أول مرة بصوم على النظام، صمت أسبوع. ممتاز ممتاز ممتاز. حضرتك بص، انت بتقول لي كل يوم. حضرتك لو انت كويس بص حضرتك، القصه سهله. انت بتقول ده روتينك مش كده؟ اللي هو جبنه نستو وتوست وزيت زيتون. كويس استاذه ايناس؟ لو الموضوع ده مريح حضرتك انا موافق، انا ما عنديش مشكله. يبقى خلاص ده وذن المسموحات اللي احنا بنتكلم فيها، وفي نفس الوقت ريح حضرتك. يبقى خلاص الكتالوج ده ينفعك. تمام. طب تعبت؟ لا، ابدا فكر، راجع حساباتك من اول وجديد، شوف ايه اللي ممكن يكون ضرك، وابدأ من الأهم فالمهم. يعني ابدأ من الأهم فالمهم. يعني إيه الأهم فالمهم؟ يعني حضرتك ابدأ بالألياف، اللحمة، أنت فاهم؟ اللي داخل لك. بعديها البروتين، الكتل. مين؟ الجبنة. أنت فاهم قصدي ولا إيه؟ بعد كده الشوكولاتة، ما هو داخل فيها لبن، بروتين. أنت فاهم يا باشا ولا لأ؟ يعني حضرتك دلوقتي أنت قدامك لستة. أنا ما جيتش اخترعت حاجة. أنا جيت انا جيت اعتبرت حاجتين. اولا، الاكل اللي داخل لك ده بيمثل عبء على جسمك، فبناء عليه جسمك بيرد ردود افعال معينه تختلف بقى في البشر في عمومهم. ده بقى هيجيله معاهم شويه سكر، لا ده هيجيله معاهم شويه كحه، لا ده هيجيله معاهم تشنجات، لا ده هيجيله معاهم وات ايفر بقى الشكل عامل ازاي، حسب حاجتين: استعداد جسمك العضلي والنفسي والعصبي، وحسب المدخل اللي انت اسرفت فيه. ما في ناس بتشتغل على البطاطس، وفي ناس اصلا قبل ما يقابلني اصلا هو عيشته كلها فراخ. في واحد تاني لا، عيشته كلها لحمه وسمك، بس هو بيدخل عيش من وقت للتاني. فده في فرق بين جسم ده وجسم ده. مش فرق الجينات على قد ما فرق العاده والافراط في هذه العاده. يعني حضرتك في ناس بتاكل الدقيق وتبطله، ويرجع ياكل الدقيق ويبطله. فده شكله غير شكل التاني اللي بياكل في اليوم 3 4 ترغيفه فينو مثلا، او بياكل الكرواسون ثابت الصبح هو والكابتشينو مثلا. انت فاهم قصدي ولا ايه؟ فانت في خلطه بتعملها جسمك بيرد عليها يوميا بشكل معين. شكرا يا مريم. اليوريك اسيد ملوش علاقه تماما بالالتهابات. اليوريك اسيد ارتفاعه وانخفاضه هو الكرياتينين له علاقه بالكتله العضليه، بتزيد او بتقل، بتكسر او بتبني. بس يوريا كرياتينين، احفظ ورايا الكلام ده. يعني الكرياتينين، هتلاقي الكرياتينين معاه فقدان العضلات او تكوين العضلات، وهكذا اليوريا. احفظ ورايا، مش كليه، مش كليه. خلاص. يبقى كنا بنحكي في ايه قبل ما نتكلم في موضوع اليوريا واليوريك اسيد والكلام ده؟ ايوه، الجسم حضرتك انت بتديله تركيبه معينه انت كل يوم. بناء على التركيبه اللي انت بتديها له دي، لحظه واحده بس هعمل حاجه كده صغيره. بناء على التركيبه اللي انت بتديها له دي بقى، هو بيرد عليك. يرد عليك بقى بشكل اللي هو يحبه، خاصة كمان مع اما تبقى
الاجهاد اللي بتعمله مزمن. يعني ايه الاجهاد مزمن؟ يعني انت يا باشا اما تديني اكل غلط يومين غير اما تديني اكل غلط 15 سنه. انت فاهم؟ غير اما تديني اكل غلط طول حياتي. انا ساعتها بقى يا باشا هرد عليك رد مختلف خالص يعني. هتصلح معاك، بس انت بقالك سنين بتضر فيا، فانا مش هرد عليك رد يعني ايموشنال. مش هرد عليك بسهوله. فما حد يقول لي انا بطلت كل مش عارف ايه بس باكل الفراخ، يا باشا هيبقى عليك عرض هيبهدلك. يعني جسمك هيبهدلك. فانت مش حمل يا باشا، انت بتراضيه عشان تعرف تسوقه. يعني عشان تعرف تسوق جسمك انت بتراضيه. فاهم قصدي ولا ايه؟ يعني حتى بقول لك الاسرى في بدر كان المسلمين الاوائل كانوا بيفضلوهم عنهم انهم يدوم الخبز وهم ياكلوا هم الايه؟ التمر. انت فاهم؟ واكتر تعب بيموت. يعني واحد كاتب لي كده في كومنت، ركز معايا في الكومنت ده واحفظه. دكتور ضياء، انا كل ما اكل رنجة او فسيخ ضغطي يبقى 170 110. اللي يرد عليه حد فاهم بقى كلامي. الراجل ده ضغط دراعه عالي ليه؟ افهم. هو ضغط الدم مش ضغط دماغه، هو ضغط دراعه. يعني هو قاس الضغط فين؟ في الشريان الذراعي، البريكيال ارتري. حلو حلو. هذا الضغط طالما عالي يبقى ضغط بطني عالي. يبقى لو قست الضغط في عينه دلوقتي هتلاقيه عالي. يبقى باشا اللي ضغط دراعه عالي بقى 170 110 ما وطوش بالدواء. انت وطي ضغط بطنك يقوم ضغط دراعك يوطى وضغط عينيك يوطى. انت بقى اكلت فسيخ ورنجه، الله يبارك لك يا شيخ، عملوا انسداد في بطنك، عملوا بكتيريا واوفرلود وفرمنتيشن، عملوا يورموا رجليك ويعملوا حرقان في البيبي يعملوا. فهمت يا باشا؟ حضرتك فهمت قصدي ولا ايه؟ دي كلها اعراض يا باشا تحصل مع اكله صعبه الهضم. صعبه الهضم. وفيها يعني بص حضرتك هي فيها توكسينز. يعني كده كده الفسيخ فيه توكسين، تمام، اللي هو البوتوكس اللي هو البوتيولينم. حلو حلو. وكده كده فيها بكتيريا نشطه فيه، خلاص هو خمرته وعفنته اهو، انت بتاكله اهو، فهو كده كده فيه سموم. غير الياف البوري واحنا متفقين انها ما بتتهضمش بسهوله. فياكل يا باشا الراجل ده وينام له ساعتين او يفضل قاعد او يروح يلعب تنس، حتى لو هو راجل من رجال الاعمال يعني. خلاص راح لعب تنس. الفسيخ ده راح فين يا استاذه ساره دكتوره ساره السيد؟ راح فين الفسيخ ده يا ساره؟ في بطنه. في بطنه في درجه حراره 38 مئويه. يعفن فوق ما هو معفن ويورم بقى. ليه؟ هو عمل التهاب على مستوى الجدار المعوي، واما السموم دي وصلت الكبد عملت فيه التهاب كبدي، واما راحت الرئه عملت فيه التهاب في جدار الرئه، واما الرواسب بتاعته وفضلاته راحت عند الكلى عمل التهاب في الكليه والحالب والمثانه. ها، بلس انسدادات في الاثنى عشر والامعاء وفضلاتهم في القولون. انفخ البطن يا باشا. ضغط الراجل ده يعلى، ضغط دراعه يعلى وضغط عينيه يعلى. الله. وحرقان في البيبي يا باشا، واعراض كلها ايكوال التهاب. باشا انا شغلتي ان انا فسرت لك. فهمت قصدي ولا ايه؟ انا شغلتي شكرا يا اسماعيل رمى الانسولين يا جماعه، باركوا لاخوكم اسماعيل. رمى الانسولين اسماعيل العصري القصري الاسري رمى الانسولين. يعني ايه القيله المائيه؟ انا مش فاهم يعني ايه. مش فاهم يعني ايه القيله المائيه. لو فاهم هجاوب. لو فاهم يعني ايه هجاوب. ضربات قلبي تزيد اما بطني تتنفخ بزياده، اما القلب يتضغط عليه، اما الدم اللي وصل له يبقى اقل. باشا ارجوك احفظ 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 ورايا. قولون رنا فاروق بتبارك لك يا اسماعيل. يا رنا فاروق من الفيسبوك بتبارك لاسماعيل القصري من اليوتيوب. محدش يشيل زوايد جلديه هتقع لوحدها. الزوايد الجلديه كلها هتقع مع النظام لوحدها، اديني قلت اهو. وليلى زوق بتبارك لك يا اسماعيل. اسماعيل القصري بيقول لكم لك جزيل الشكر.
اكيد بيقول لكم انتم اللي باركتوا له. انا ما باركتش لاسماعيل لسه. انا هروح له لحد عنده وهنقطك. اسماعيل، انا جاي لك لحد عندك ومعايا وفد من وليلى زوج كمان بتقول لك اهي كلنا احنا فرحانين والله العظيم يا استاذ اسماعيل. اشكرك، اشكرك على استجابتك للدعوه بتاعتي. اشكرك ربنا يجازيك عني خير يا استاذ اسماعيل. وبفكرك ان انت كسبت، الحمد لله كسبت حياه كويسه، حياه دنيويه كويسه. اعمل بقى الحاجه تانية. احنا بدأنا خلاص بقى، انا اديني حليت لك الدنيا، انت بقى فكر في حاجه تانية. يعني اشغل من المغرب. اسماعيل يا جماعه من المغرب، وليلى زوك من المغرب يا اسماعيل على فكره بالمناسبه بقى. ايه رايك عشان تبقى انت عارف؟ هي عينتي من المغرب برضه وكانت بتتابع معايا اونلاين. الاجسام المضاده للغده الدرقيه لسه مرتفعه 400. احسن. نقول له استاذ توبكس اند قران احسن، نقول له ده احسن بقى. احنا الاء محمود بتقول لك يا اسماعيل مبروك لكن احنا بنقول للتوبكس اند قران احسن. وفكري وايمان بتقول لك يا اسماعيل مبروك. احنا حبينا اسماعيل كلنا. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا القصه سهله ازاي؟ ناس بتسلم بعض. زرع اخرج شطأه. بص اهو، فآزره فاستوى. فاهم؟ فاستوى على سوقه فاستغلظ. هو كده. وكريم سالم بيبارك لك يا اسماعيل الف، وان بيبارك كلنا بنبارك لاسماعيل الف مبروك يا اسماعيل. احنا بندعي لك يا اسماعيل ربنا يثبتك على الحق. بص حضرتك، كل السرطانات ليها حل ان شاء الله، لان السرطان في حد ذاته مش مشكله. انا مشكلتي لو هو ضغط على حاجه بس، لكن غير كده في العموم السرطان ما فيهوش مشكله خالص. يعني لن يضرك. السرطان جزء من عند حضرتك، جزء من جسم حضرتك. سعاد قفطان من المغرب برضو بتسلم اهي. يعني ايه؟ يعني هي خلايا ذاتيه قررت الثوره على النظام الحالي واكتساب خصائص وصفات جديده عشان تقدر تعيش في جو انت خلقته لها يخنقها. ومريم بالحاج برضو من المغرب يا اسماعيل. على فكره يا اسماعيل، انت كده الناس كلها في المغرب طلعوا عارفينك هنا اهو، كل الناس عرفوك. وناديه مغربيه من امريكا او في امريكا. الناس اللي بتموت بيه ايه ده؟ بيموتوا بايه؟ الانتاميبا هيستولوتيكا والاميبا وزيادة ضغط الدم، البطن وعلاجهم. الانتاميبا هيستولوتيكا هتروح لوحديها. كان عندي مدرس احياء يا حبيبي كان ألدغ كان يقول لنا انتاميبا هيستولوتيكا. انا اقول له انا كنت احبه اخليه يقولها كتير. بشرب عصير عنب، قصدي عصير توت اهو. بس انا بحب اشربها في جلاس عشان انا بحب الروقان. وبعدين هقول لسعادتك على حاجه، هو انا طالما عندي المقدره ما اعملش كده ليه؟ ما انا بتحاسب. يعني حضرتك دلوقتي هتروح الجنه، قصدي هتروح تتحاسب. هيقول لك انت كان معاك فلوس وما عملتش ليه؟ هتقول له انت لا اتبرعت بيهم ولا. طب خلاص اجيب بيهم كاس بقى واشرب فيهم العصير بتاعي خلاص. هيدروسيل يعني سهله يا وليد. سيب نفسك مع النظام وخلاص. يعني ارمي نفسك مع النظام وخلاص. فاهم قصدي؟ ده ميكس بيريز اللي هو جهينه ب 35 جنيه. اللي هو ابسط واحد اللي بالسكر يا جماعه، عشان ما حدش يفكر ان هو بيتي. حضرتك ممكن تكلمني عن بو صفير يا جماعه والنبي؟ كلموني بال بالعربي، يعني كلموني عربي. هنا قال لي قايله وما فهمت. هنا بو صفير ايه يا جماعه؟ ده مش هتكلم عليه. الورم السرطاني يتحسن طبعا وبيشتغل لصالحك. وساره السيد بتقول لك مبروك، احنا كمان رمينا الانسولين بعد 25 سنه خدمه مع الانسولين.
ايوه، مش الحسنات اللي هتقع، لا. انا قلت الحاجات اللي بتطلع ندبات كده برقبه او من غير رقبه، اللي هم بيسموها عين سمكه ساعات، ولو طلعت هنا يقول لك ايه في الرقبه كده، تلاقي ايه عنده حبوب برقبه كده. دي زواد جلديه، دي كلها تختفي مع النظام اهي. منال سعيد، الزواد الجلديه كلها راحت مع النظام. ايوه يا باشا، خلصنا يا باشا، دي بسيطه ما جبناش سيرتها باشا. لو حبيت تعد الفوائد اللي ورا النظام ده، انت مش هتعرف تعدها، انت مش هتعرف تعدها. بس المشكله بقى، واميره فاروق برضو اختفت عندها، المشكله ان انت اما تيجي تلخبط في حاجه وتثبتها لي، يعني وليكن القشطه عملت لك شويه تحسس النهارده، فانت اصريت وعاندت جسمك بقى 10 15 يوم، لازم هقفل معاك بحاجه يا باشا. ما هو تعبك يا باشا. هو مش انت صحيت الصبح لقيت رقبتك وجعاك، قلت النهارده المخده، بكره لقيت عرق النسا شادد عليك باشا، يبقى القشطه دي فيها كاسين زياده. الله، ما تهدى بقى يعني، ما تعاندش مع جسم حضرتك. غير يا حبيبي، غير الصنف، غير النوع. يمكن القشطه دي فيها كثير، زي ما انا قلت لك زمان في الاول خالص، قلت بلاش تجيبوا قشطه من عند اللبان. ليه؟ هو الراجل وهو بيشيل الوش بياخد معاه الكاسين كله، يملى يا باشا ميه على كاسين. وخلي بالك الميه والبروتين بيعملوا ايمالشن، يعني مفيش حاجه اسمها ميه هتتفصل عن البروتين غير في حتت معينه في الجسم. يعني انا ايه، بص، انا باجي اشرب كوبايه اللبن، كوبايه اللبن هي سايله كلها، يعني كلها مع بعضها وهيموجينس، يعني مفيش فيها حتت تقيله، لكن بعد شويه ممكن ارصبها وزوايد تحت الابط تختفي. ممكن ارصبها بمعلقه خل او بشويه تخمر، يعني بمعلقه زبادي احطها، اعرف الم البروتين بارتكلز ده. لكن هو في الاصل البروتين دايب في الميه. يعني اللبن مخلوط او خليط، يعني البروتين مضروب مخفوق فيه. فهمت القصه؟ البلازما كده. عشان كده دايما اقول الايه، اللبن اللي بنشربه او لبن الام ده عباره عن مستخلص من النسيج البيني للام. الام دي بقى ام بني ادم يعني، فده لبن الام، وعيني على الام وحنان الام، او لبن بقره. واحنا طبعا لينا البقر ليه مننا كل التحيه، عشان لو لينا متابع هندي ولا حاجه. خلاص. فبناء عليه حضرتك انت ما بتيجي تبص للبن، هو مش مشروب شوكي بس كده، عباره عن كالسيوم مديله لون الابيض لا يا باشا، ده خليط. يعني حضرتك تخيل السائل الزلالي اللي في ظهرك، او السائل الزلالي اللي في ركبك، او السائل الزلالي او النسيج الزلالي او النسيج البيني اللي في كلاويك، ده زيه بالظبط. ده زي البلازما اللي بتجري في عروق حضرتك. فبالتالي اللبن ده فرقه عن الدم عدم وجود خلايا الدم مصلي بس، بعد كده الباقي كله هو. حتى الاجسام المضاده، يعني الاجسام المضاده اللي في لبن الام وحنان الام هو اللي كلته اخر شهر. يعني ايه؟ كلت عدس معاها اجسام مضاده للعدس، كلت فول معاها اجسام مضاده للفول. ما هي بتحش طول النهار من اخر شهر قبل الولاده، وبعدين بعد ما ولدت عشان تتغذى، فعماله تدي حلبه في ينسون، في كراويه، في بيض، في فراخ، عشان هي نفسه. فكل ما هي بتاكل حاجه جسمها عمال يكون اجسام مضاده ضدها، وينزل مع اكلها عشان يحمي ابنها منها. فهمت حاجه؟ عشان رب يعني معمول حساب الله، عشان تعرف ان ربنا مرتب. انت مجرد مسير في الليله، انت مسير، انت مسير في ده خالص. انت بعيد كل البعد عن التحكم في جسمك. انت اضعف من ان انت تعرف تزود فيه مجهود. انت دايما بتوقعه، تدخلك دايما ضد الانسان، تدخلك ضد بص، بين رفث ودم، صح يا نجوى؟ ايوه. بص حضرتك، انت بتيجي تبص للبن ده بديل الدم، اختلافه عن البلازما طفيف. فربنا يبعته بقى ده عشان ما تيجي ترضعه وهي واكله فول، يقوم رايح مع جسم مضاد اهو، عشان لو طلع مضر يمسك فيه، ويبقى واقف كده قدام خليه الامعاء، عشان جزيء الفول ما يخشش بطنه، وبرضه بيدخل منه اجزاء. وانت خلي بال حضرتك، انت الست بتاكل غلط،
فبتطلع نسيج بيني وبلازما غلط، فبيوصل اللبن غلط، فالواد بيتضرر اصلا. فانت وبعد شويه هي بتبدا لبنها يبقى قليل، او الواد مش مكتفي بيه، او الواد مش عايزه، فبتبدا تحط اضافه من بره. ماشي، من بره بتجيب اضافه من بره، انت بقى لبن صناعي. المصيبه الكبرى، انت بدات تحط في بطن ابنك كاسين، سواء جوت سورس او كاو سورس، يعني سواء جبته من كاتلز ماشيه كبيره ابقار، او من معيز. يعني فاهم، مش فارق معايا، لان هو الكاسين ده مش مؤهل انت ليه اصلا، اصلا مش مؤهل ليه، غير فول الصويا، غير الحاجات باشا. انت ابنك بتديله سم في ببرونه، وامه بتديله سم في صدرها، فالواد يا حبيبي متحوط، فاما راسه تكبر ويحصل له بوسنج هنا، وتلاقيه قصير ومتختخ، يعني الواد متختخ وعنده تنايات في فخاده، الواد ده عيان يا باشا. ولو طلع غبي حضرتك مالكش سبب، اقسم بالله ما طلع غبي عشان حضرتك انت غبي يا باشا، ملوش علاقه خالص الموضوع ده، ولا عشان مامته برضه غبيه او ابوها غبي، لا خالص. هو الواد يا باشا الاكل ده بيضطروا للغباء. فعشان كده بقى حضرتك تلاقي الواد رجليه اتنفخت وبطنه دايما منفوخه، ضغط بطن الولد منفوخ، ضغط، فتلاقي عينيه وارمه وخدوده وارمه وتلاقي وشه مدور قوي كده، ويا حبيبي يتاخر في المشي ويتاخر في التسنين. انت فاهم؟ انت فاهم قصدي ولا لا؟ فهيبقى تبقى فرحانه هي بوزنه، ان دكتور الاطفال بيحطه على ميزان. يا باشا لا، الطفل في التوقيت ده ما يتوزنش بالطول يا باشا، تاخده بالطول، طول اللونج بونز. الواد ده بيطول بالسنتيمترات ولا لا؟ انت فاهم ولا مش فاهم؟ يعني اما هاجي اوزنك عندي على الميزان، ما انا بضحك عليك، هو انت شوال طماطم يا باشا؟ انت مش جسم، يعني ليك شكل جسم. هو ده يا باشا اللي يقول لي انت بنيتك قويه ولا لا، كتافك، دراعك، انت فاهم، وسطك. لكن اما احطك على الميزان انا كده بوزن شوال طماطم، سواء انت تخين ولا رفيع، انت طفل ولا كبير يا باشا، ما في كانش فيه ميزان. انت وانت جاي من بعيد اعرف ده الراجل ده صحته كويسه ولا ماشي مقتب، ما هو بتتعرف من تحت عينيه باين، فانت مش محتاج. والواد بيبقى عصبي يقول لك اصل هو عنده قولون عصبي. ده في واحد طفل كان اسمه سليم، كان بيعالجوه عنده ارتجاع مريء. في طفل عنده ارتجاع مريء يقول لك اصل عنده فتق حجاب حاجز وراثي. بذمتك انا اورث من ابويا فتق؟ مش انا كده يبقى ظلمت ابويا؟ يعني انا كده مش هيبقى ظلمت ابويا؟ الله يرحمه. اما اجي اقول لي انا ورثت من ابويا فتق او بواسير او ورثت منه صرع، مش عيب يا باشا؟ ده عيب والله، عيب. يعني يا اخي عيب، احترم احترم. والله العظيم يا مجدي يا بولس، بقى إيه شوال بطاطس بيحطوا على الطبه، طبيت كام كيلو، هو بيقول له كده الواد وزنه كويس، روح يا مدام الواد وزنه كويس ونموه كويس بالنسبه لجنسه. يا باشا الكلام ده يعني ايه الكلام ده يا باشا؟ انتوا عملتوا تفرقه بين الابيض والاسود، فاهم؟ بين الراجل والست، بين الطويل والقصير، بين اللي جه بدري وجه متاخر. ليه يا باشا؟ ليه عملتوا الفرق؟ ليه عملتوا الفروقات دي؟ يعني ليه صعبتوها علينا وقلتوا يعني خليتوا كلامكم فيه، انا عايز اقول فيه ايه، في عنصريه. يعني اما اسال على الريس وانتشار الامراض بالجنس، طب ابص يا باشا، الاسود ده كل ايه والابيض ده كل ايه؟ انت ليه بتفرق ده؟ ليه بتفرق في ده؟ ليه بتفرق في ده؟ ليه عملت ده؟ وكبير وصغير، وده اكل مناسب للاطفال وما قبل سن البلوغ وما بعد يا باشا البني ادم اتخلق يرضع من امه سنتين، بعديها ياكل عيش، تخبز وتديله يطفح ويجري بقى في الشارع، يشيل بقى طوب، يشيل حطب، يجروه في الباديه كام سنه يتعلم لغه على رمايه، على ركوب خيل. فاهم؟ بص، واحده بتقول لك انت عصبي قوي، اكيد نوع اكلك له علاقه بكده. انت عندك حق في ده، في الحقيقه كلنا فكرنا في ده وقالوا فعلا ان اكيد اكلي له علاقه بده. ايوه حضرتك، ما يعرفوش بسبب اللوز ايه، اللحميه بتتضخم ليه. يعني هم مش عارفين، اقول لك نشيلها، طب يا باشا ملهاش اضرار، مش مشكله، وبعد كده الطحال اتشال.
يعني حضرتك فاهم؟ يعني حضرتك انت فاهم؟ يعني خلوك تضحي باللوز واللحميه والزايده، فاهم؟ والطحال بعد شويه، ما كل دي غدد لمفاويه يا باشا انا بشيلها. يعني اللوز واللحميه والزايده دول 3 اماكن للليمفويد تيشوز. ليمفويد. ها، رابع اكبر مكان يا باشا الطحال. عشان كده بقى بعد ما بيشيلوا الطحال يبدا يديله تطعيمات بقى كتير. يقول لك اصل انت اما شلت الطحال مناعتك قلت. يا باشا انت عمال تخرب في جسمي. فهمت يا باشا انا بحكي في ايه؟ يعني اللي يمشي على اكل محترم منذ نعومه اصفاره لا يجيله لوز ولا لحميه ولا زايده ولا يشيل حاجه. يسلم الامانه، يسلم الامانه زي ما ربنا اداها له. فاهم ولا مش فاهم؟ ما هو ده احنا هدفنا الاصل، ان انت تموت وتسلم الامانه بتاعتك وهي سليمه يا باشا، ما حدش لعب فيها وخلاص. ست وفاء سيبك منها، دي اي كلام. دي برضو اللي هو الطقم ايه. انا هديك دايت بفصائل الدم، دايت لخساره الارداف، مشروب ينسف في خادك يا مدام. ماشي؟ يعني فاهم؟ مشروب ينسف الفخاد، مشروب لو شربتيه قبل النوم معلقتين منه هتصغر ودانك وهتصغر مناخيرك. دهان لو دهنتيه هتكبر حاجات. ايه يا عم انت بتصدق يالا الكلام ده؟ ولا يا ابن كده برضو، كده برضو. وبعد بعد انا ما قعدت اشرح لقيت الناس برضو مقتنعه بمشد الظهر ومشد الوجه. مشد الوجه لازاله الدبل تشين. يعني هي عندها لغد. هي عندها ايه؟ لغد كده. لغد يالا، لغد من هنا ماجد الكدواني في نفسها لغد. فاهم؟ هتشده بمشد بقى صيني، مشد صيني بيشد الوش. فاهم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتصدق ده؟ بتصدق ده؟ وهتدهني زبادي يوناني على وشك وخيار على عينيكي هتضيع السواد. انت صدقتوا الكلام ده؟ صدقتوه والله العظيم، صدقتوه. وجيتوا عندنا وقلتوا عايزين دراسات، واما حطيت دراسات قلتوا مش فاهمين انجليزي. انتوا عايزين يا ولاد تبا لكم، حقا تبا. والله العظيم يا استاذ شتا. صدقوا يا باشا الكلام ده والله. وجابوا المشد بتاع الظهر ومشد البطن. ما هي الدكتور قال لها، الدكتور ابراهيم الله يرحمه الفقي، قال لها وانت بتتنفسي عايزين نحرق دهون ما نحرقش جلوكوز. فعلمها طريقه للتنفس تحرق الدهون. وانتوا صدقتوا ان الدهون ما بتتحرقش غير بعد اول نص ساعه من التمرين. صدقتوا انتوا ده؟ انتوا صدقتوا ده؟ تمام؟ صدقتوا اللي قال لكم هديكوا دايت بتاع الابراج؟ صدقتوه؟ اقسم بالله صدقتوه. وصدقتوا حقنه الادينوبلكس، وصدقتوا الحقنه اللي بتزود الحرق. والله صدقتوا الكلام ده. وجيتوا عندي وعملتوا دكاتره. يعني انتوا جيتوا عندنا وعملتوا دكاتره، كل واحد رفع ايده زي الخازوق كده. انت ازاي تقول الميه مش مهم؟ يا عم طب اسمع مني يمكن تستفاد وتقوم مؤمن. لا، الكليه تتغسل ازاي؟ مرض البرفان ولا مرض العنوان؟ مرض البرفان مع العنوان. الاسئله بقت صعبه ليه كده؟ ايه البرفان؟ ضيعان. والله العظيم الناس كلها صدقت الهاتش ده. اه
والله العظيم ابراهيم الفقي، وكان الناس تعمل لايكات ويقول لك هذا الرجل العبقري، وتلاقي واحد تاني طالع محترم يقول لك ايه، القرآن حل الدايت في كلمتين. اول واحدة وجعلنا من الماء كل شيء حي. انت فاهم؟ وجعلنا من الماء يا باشا، ايه علاقة ده بالدايت؟ مش عارف. يقول لك هو حل اللغز، القرآن ما سابش حاجة. حرام عليكم، حرام، وانتوا صدقتوه برضه. القرآن حل مشكلة الدايت. اي دايت بقى يبقى بيزد اون ميه. ليه؟ جعلنا من الماء كل شيء حي. اعترض. لقد حطينا عليه، لقد هزمناه ذهابا وايابا. فاهم؟ الاستاذ يوسف محمد بيسال سبب نبض العضلات المستمر. حاجه لخبطه يا حبيبي، بس خلاص. شوف ده بقى، من الاول سالت السؤال ده يعني عملت لي صدعتني 1200 مره. اجابته سهله قوي خالص خالص. حاجه غلط بتاكلها. بس شفت السهوله؟ شفت اسهل من كده حل؟ شفت السهوله حضرتك؟ ليه يا باشا؟ حضرتك يا باشا صدقت الدجل. اما جيت اتكلم منطقك مش عايز يسمعني. ليه منطقك ضيق؟ ليه يعني؟ ليه منطقك ضيق؟ ليه ما تحاول توسع منطقك شويه عشان يساع الكلام، يمكن تطلع بفايده. انت فاهم؟ والعلم حضرتك انا لو كنت التفت لكل واحد شتم وكل واحد انتقد ما كنتش عرفت اكمل. كنت تعبت يعني. فاهم؟ ما انا اتقابلت بتسفيه وحرب شعواء وتدفيه من الكلام. ما هو انت دلوقتي يا باشا مش لاقي حاجه تعملها، فانت اشتمه، تفه من الكلام ده. فاهم؟ خلي الناس تقول عليه مجنون يا باشا، قول خليهم يقولوا مجنون. فاهم؟ يتفهوا بقى من المسألة، من نتائجها، تفهوا من كلام الناس، من ردود افعالهم. هو بيسحر لكم، هو اعمل لكم بلاسيبو، هو يا عم بلاسيبو ايه؟ الناس بتخف من غير ما اشوفها. ده بتوع المغرب تلات ارباعهم خافوا من غير ما اكلمهم اصلا. يعني المغرب دول برضو بالنسبه لي انا لغز. ماشي؟ يعني اللغز المغرب اقبال غير عادي. وباي نيم ضياء العوض يا باشا. ما هو انت بص في النص بقى لقيت ناس بتسرق منك كلامك ويبداوا يحطوا عليه كلام ويقول. ما هو عايز يا باشا يطلع هو صاحب الفكر، هو صاحب الرأي. يا باشا يا باشا كده غلط برضو، كده اللي انت بتعمله ده غلط. ما هو انت لما تيجي تقول الكلام ده قريته في دراسه، ما انت كذاب. ما هو انا ما حدش قال الكلام ده غيري. ما تقولوش قريته في دراسه دي خالص. اوعى تقول الكلمه دي قريتها في دراسه. ما باخدش الارياف ليه وانا بعرف الارياف منين؟ الاكونت بتاع الارياف ما بعرفوش يا باشا والله. انا بتكلم وخلاص. فاهم؟ فانا حتى اما بتيجي تاخد من الكلام يا باشا ما عنديش مشكله، بس اما تيجي بقى ترجعه وحد يقول لك الكلام ده جاي منين، قول له فلان قاله. ما تقولش قالوه بره، لان ما قالوهوش بره. فهمت قصدي؟ هم ما قالوهوش بره، ما حدش قاله بره خالص، ولا حد قاله قبلي برضه. يعني حضرتك عشان تبقى انت فاهم مركز معايا، ما حدش قاله قبلي. يعني ما حدش، حتى المصطلحات، حتى عناوين الفصول، يعني ما حدش قال النسيج البيني دي خالص، ما حدش قال ضغط البطن دي خالص، ما حدش قال الدقيق ماده غرويه لزجه، ما قالهاش. ما حدش قال السكر الابيض اهم منتج للانسان. باشا العناوين نفسها بتاعت التشابترز دي، حتى بتاعت الفصول دي، ما اتدرستش في الطب كده. عشان ما حدش يقول لك ده كلام يا باشا، لا ما اتقالش كده برضو، ما اتحطش كده. كلامنا كان استثنائي في مجمله، في تفاصيله، في نتائجه. ماشي؟ فهمت قصدي ولا لا؟ عشان كده انا مش بصدر نظام تغذوي، لا، ده بصدر فكر طبي جديد. فاللي هيبدأ يمارسه على عيانين، وهيبدأ ينشره من منطلق يعني هيبدأوا ينشروا من منطلق يا عم مصلحتك، من منطلق ان انت انسان وعايز تنشر هذا الكلام. ماشي؟
اما تيجي يا باشا تحط الكلام ده، افتكر كويس قوي ان اللي جرأك على الدواء واللي جرأك على الدكاتره واللي جرأك على المرض كان في واحد بس قال لك دي. فاهم قصدي ولا لا؟ حتى لو انت شفت ان انت ايقنتها جواك كدكتور وايقنتها جواك واستبينت منها تماما، ما تنساش يا باشا برضو مين اللي شاور لك عليها، لان هو اللي شاور لك عليها ده هو ليه فضل على سعادتك اصلا من الاول. واسامي كتير وكانوا بيخشوا لي في البرايفت ويعتذروا لي وبتاع، فاهم؟ وانا عارفهم باي نيم على فكره، انا عارفهم باي نيم. الاول واحد قال لك الكاسين المشكله برضو كانت عنوان ده يا باشا، ده عنوان ما حصلش قبل كده. كله اتكلم لاكتوز 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 لاكتوز، يا باشا ما حصلش، مفيش حاجه اسمها، مش هتلاقي تشابتر اسمه نسيج بيني او نسيج خلالي، مش هتلاقي تشابتر اسمه ضغط البطن يؤثر، مش هتلاقي تشابتر اسمه محور النخاميه الدرقيه الكظريه الجنسيه بسبب اختلال بطنك، مش هيحصل. محدش قال عنوان الهرمون الانسولين معوي صرف غير انا، محدش قال الكبد الدهني بدايه دلائل انهيار الجسم غير انا، محدش قال الاتش دي ال والال دي ال من خليه واحده غير انا. فبالتالي النظريه نظريه متكامله وتعدد مسلماتها كان نابع من شخص واحد. فهمت؟ ده المقصود. انا يا عم مش عايز حاجه، انا بقول لسعادتك هو استثنائيه العناوين اللي اتطرح بيها النظريه، لان النظريه مش معتمده على كتب حتى الطب الاصيله يعني، وانا اعتمدت على فاكتس، ودي فاكتس قدامي قدام الكل، فانا حقي. يا عمي مش المقصود كده، المقصود يا باشا اصل انت لما تيجي تقول قريت يا باشا الكلام ده فين، هتقول له قريته بره، يبقى انت ظلمتني انا، لان انت ما قريتوش بره، انت سمعته عندي انا. فاهم قصدي؟ يعني انت لما تيجي تقول واحد بيقول كلامي بالظبط فيقولوا له ايه الكلام ده، يقول لهم كلام علمي، يا باشا سمعته فين انت؟ قريته فين؟ مين اللي شاور عليه؟ مين اللي رفع ايده وقال عليه؟ انا يا باشا. فما تقولوش انا قريته بره، انت ما قريتوش بره، انت قريته عندي وسمعته عندي. فما تتكسفش. ليه بره عندك احسن ما تقول ضياء العوض يا باشا؟ ليه الكلمه دي ليه بتضايقك؟ ليه؟ عشان ايه؟ ماشي. مين اللي فصل الرز عن المكرونه صحيح؟ لا انا بتكلم على العناوين الطبيه الكبيره، يعني العنوان الطبي الكبير قوي. مين فسر كلمه سرطان؟ مين عرفك النسيج الخلالي ويعني ايه التهاب ويعني ايه تليف؟ مين اللي عالج ارتجاع المريء في 3 ايام؟ ده طبعا كل ده بفضل الله. بص يا باشا، احنا لا ننكر ان فضل الله عليا من راسي لحد اخمص رجلي، ولولا ربنا سبحانه وتعالى وشاور لي وعلمني ما كنتش هعرف اتكلم ولا كلمه، وهو ايدني. الرز عن المكرونه كله كربوهيدرات، كله رز مكرونه عيش. مين يا باشا قال الدقيق مش مشكلته سعرات؟ باشا احنا ضربنا الكلام ده كله في مقتل. احنا حطينا نظام واحد للمليار لل7 مليار يا باشا، اللي هيمشي عليه هيخف وخلاص. خفقان يعني اضطراب في البطن على طول كده. خلاص. احنا النهارده كله يتكلم زي، بص انت بتتكلم بعد ما يعني حد يعني ايه حط لك خط ومشاك عليه، وبعد كده تقول انا يا باشا انا لقينا نظامنا. يا باشا مش نظامنا خالص. هو يا باشا في واحد حط نظام، حط نظريه، طرحها، حط لها نتائج، حط لها سيناريو، حط لها خط، اللي هيمشي عليه هيلاقي 1 2 3 4 5 6 10. باشا اللي حط الخط ده بقى نقول له شكرا، نقول له كتر خيرك، نقول له تسلم ايديك. طب شتمتني يا باشا، انت شتمتني وقلت لا مش هو، لا ده كلامي، لا ده كلام الطب، لا يا باشا. اما تيجي ترجع في كلامك تاني وتقول اللبن غلط وتقول البيض غلط وتقول الفراخ غلط، ابقى افتكر بقى مين اللي قال. ما انت كنت بتقول الرز فيه زرنيخ انت وهو، صح؟ الولا اسمه ايه؟ كريم بطيخه مش كان بيطلع يقول الرز فيه اسمه ايه؟ واعملوا رز عيش بالعدس. مش هو ده يا باشا الكلام بتاعهم؟ ما تنسوش بقى عشان ما يرجعوا يجيبوا ورا تاني تلاقي بقى ناس واقفه زي الخازوق. مش مهم مين صاحب الكلام، لا يا باشا اثبت.
اثبت عشان انا بتضايق. ما تضيعش مش عايز حقوق من حد، بس لما تيجي تقول بره قالوا، لا هم بره ما قالوش، هم لحد النهارده بره ما عرفوش يقولوا لسه. لحد النهارده بره تايهين. الدراسه اللي حطيتها بتقول هم مش فاهمين حاجه. لحد النهارده الدراسه اللي حاطينها اللي انا نشرتها بيقولوا احنا مش فاهمين حاجه. خلايا المخ غالبا بتاكل كيتون بوديز، خلايا المخ بتاكل دهون، خلايا عادي يا باشا. فاهم؟ ده كلام انا يا باشا انا نشره عشان اضحك. انا بوريك بس احنا عملنا ايه، وصلنا لحد فين. يعني وصلنا لحد فين وهم لسه بيدوروا هو السكر مشكله ولا لا. فاهم قصدي ولا لا؟ وخلي بالك واد زي العبيط ده، يعني انا هقول لك على حاجه. كنت بتفرج على حلقه للدحيح فبيتكلم هو على الاكسجين، الحلقه اسمها الاكسجين. كويس كويس. فبيقول ايه؟ بيقول في دراسه عملها واحد اسمه برخاي على طائر الطنان وعلى الفار، فلقى ان طائر الطنان قلبه بيضرب من 300 ل 1000 ضربه في الدقيقه، ده في وقت ما فيهوش ستريس. الفار نبضه اقل من كده التلت، يعني ده بيضرب 300 ده بيضرب 100 ده هيضرب 1000 ده هيضرب 200 وهكذا. خلاص عظيم. قال لك الغريبه بقى ان الفري راديكلز او الجذور الحره في الفار 3 أضعاف الجذور الحره المنتجه في الطائر الطنان. قعدوا يفكروا ويشتغلوا وبتاع، وقال لك الميتوكوندريا او المتقدره او العضيه المتقدره داخل الخليه، يعني اللي اسمها الميتوكوندريا، اللي هي بتيوتلايز الاكسجين، ودي اللي بتكمل سلسله الكريبس جواها. تمام ماشي. العضيه دي لو سربت جذور حره بتطلع بره في الدم عندك وبتاكل ما يقابلها وبتحرق ما يقابلها. تخيل انت بلعت ميه اكسجين، بتاكل بقى كل الخلايا، بتحرقها وتبوظها وتدمرها وتعجزها وهكذا وهكذا وهكذا. فاهم؟ طيب هو بقى قعدوا يفكروا ويقول لك هل، بص بقى افهم الكلام وشوفوا بقى هم بعاد قد ايه عن دماغنا برضه. ماشي؟ كريم اشواجندا، كريم المنوكه، عادي يعني اي اسم من الاسامي دي تبقى كويسه عادي. قعدوا يفكروا هل الطائر الطنان عنده انتي اوكسيدنت. شوف العبط، بدل ما افكر الفار بياكل ايه والطائر الطنان بياكل ايه. يعني بص يا باشا، انت لما تيجي تبص للطائر الطنان وللفار هتلاقي الفار ده دني ماشي واكله زباله وبيرمرم وبياكل عمال. يعني انا كنت مربي 5 فيران عندي في البيت، تمام، ومربي قطط. دول بياكلوا بحاجات معينه، والفار اي حاجه ترميها قدامه بياكلها. فهمت؟ ما فكروش الفار بياكل ايه والطائر الطنان بياكل ايه، وعشان كده بالرغم ده ارتفاع ضربات قلبه 3 أضعاف، وده ارتفاع الفري راديكالز 3 أضعاف، ده عكس المتوقع. يبقى معنى كده يا باشا ده في حاجه تانية متحكمه. انت نسيت يا باشا البطن، نسيت طائر الطنان بياكل ايه وبيشرب ازاي. على فكره الطيور ما بتشربش ميه اصلا، بتعتمد على بخار الميه اللي بيلزق في بقها وهي بتطير. فاهم قصدي ولا لا؟ يعني انا عايز اوريك بس طبيعه هابتس بتاع الطائر وهابتس بتاع الفار. اما جه يقارنهم ما عرفش سبب ارتفاع الفري راديكالز. بص، مفيش حاجه اسمها اكله او سجاير فيها جذور حره. احنا كده بنعبط. الجذور الحره انتاج الجسم داخلي، انتاج الميتوكوندريا بتاعت خلايا حضرتك. شوف عندك كام خليه في الجسم فيهم ميتوكوندريا؟ حوالي 10 12 مليار تريليون. دول كلهم فيهم ميتوكوندريا ولازم تنقسم. الميتوكوندريا بتختلف من مكان للتاني. يعني في اماكن زي عضلات العين حوالي 50% من الخليه ميتوكوندريا. عشان تخدمها تطلع لها الاي تي بي اللازم، وانا بطلع الاي تي بي وجزيء الميه ساعات اعمل جذور حره. والجذور الحره مفيده للخليه، بتدافع بيها عن نفسها ضد الميكروبات، وبتخلص بيها على سموم، والجذور الحره بستخدمها في بعض العمليات الحيويه، زي الاكتيفيشن بتاع الايودين، عشان اعرف اعمل منه هرمون الغده الدرقيه،
ايودين ايودايد، عايز الكترون اجيبه منين؟ من H2O2، اديله سلفيه الكترون لحد ما نعمل منه الثيروجلوبولين، قصدي الثيرويد، ثيروكسين. ماشي؟ يبقى يا باشا ال H2O2 او ال OH هيدروكسيل جروب او ال O اللي عليها نيجاتيف سيجنال، كل دول اسمهم جذور حره. الجذور الحره ما بتحتواش جوه خامه، لا يا باشا، الجذور الحره بتنتج جوه جسمي، وما يحصل فيها ليك او تسريب من الميتوكوندريا جوه الخليه، ده التسريب الميتوكوندريا بتاعتي تعبت. خلاص، يبقى الميتوكوندريا بتاعتي تعبت وسربت والخلايا تعبت وسربت، بناء عليه ده اسمه الاجهاد التاكسدي. ده اسمه ايه؟ الاجهاد التاكسدي. مش محتاج بقى ادور على ايه اللي عمله، اللي عمله اكل غلط، مدخلات غلط، حالات التهابيه مستمره، انقسامات في خلايا الدم البيضاء، شيخوخه على مستوى انسجه الجسم، تدهن في الكبد، اضطراب في محور الغدة النخاميه الدرقيه الكظريه الجنسيه. عد يا باشا ورايا، كل دول عندنا، كل دول عندنا، كل دول عندنا. خلاص، المهم الهدف من كلامنا النهارده، الهبات الساخنه وعلاقتها بالكريبس دي سهله قوي. ده الهبات الساخنه دي اكبر اكذوبه بتيجي للراجل والست على فكره، يعني الراجل والست ومن سن صغير، فدي مش اسمهاش هبات ساخنه ولا ليها علاقه بانقطاع الطمث. وكلمه سن اليأس اسمه سن اليأس من المحيض، واللائي يئسن من المحيض. مفيش يأس اسمه يأس من المحيض، يعني هي استنت شهر التاني التالت ما جاتش، خلاص يأست من الانتظار، مش يأس من الحياة، يأس من المحيض. الست قبل يأس المحيض أو انقطاع الطمث من بعده هو اختلاف قدرتها الإخصابية أو قدرتها على الإنجاب بس. بس يعني اضطراب في شكلها، في شكل جسمها، لا ما يحصلش. ترهلات، تصبغات، انعدام رؤيات، ميه بيضة، شعر بيقع، ظهر ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. اسمه سن اليأس، ذاك يا سعد يا عراقي، اسمه سن اليأس من المحيض او انقطاع الطمث، وده ملوش عندي دلاله غير ان ستي مش هتخلف وخلاص. لكن هي شكلها هيتغير؟ لا. صدرها يروح؟ لا. ملامحها الانثويه تختفي؟ لا، مفيش طبعا، طبعا مفيش الكلام ده. خلاص، محدش يقول لك السجاير فيها جذور حره، السجاير محروقات يا باشا، يعني هي اتحرقت خلاص، هي مش لسه هتحرق. يعني بتلاقي واحد يفضل يقول لك ايه، السجاير فيها 180 مش عارف ايه جذور حره، وفيها 1000 ومش عارف ايه توكسين. يا باشا اهدى بس وابلع ريق حضرتك. السجاير دي محروق، طلع نزل محروق، شوف انت حارق ايه وشميته وخلاص واتفضينا على كده. فالسجاير دي محروقات، فيها ثاني اكسيد الكربون. طب انا يا باشا رئتي فيها ثاني اكسيد الكربون اكتر من اي حته في الكون، في حوصله الرئه بتاعتي. انا كانسان حوصله الرئه بتاعتي فيها 10 12% ثاني اكسيد الكربون، اللي هو بره 5 في المليون. معنى كده يا باشا انت ما تدورش على ثاني اكسيد الكربون في شويه سجاير او محروقات بتشمها، والا كنا متنا كلنا واحنا بنشم الدخان. الانسان عاش جنب راكيه نار يتدفى جنبها وجنب لمبه جاز، فاهم، بتطلع هباب على الحيطه بيشمها برضه وما تعبش، بيشم بخور وما تعبش وعادم سيارات طول النهار. يا باشا القصه كلها ممكن تعمل التهاب على مستوى الحوصله، موافق، شويه التهابات من وقت للتاني موافق، لكن تضر الجسم لا. مش السجاير يا باشا، السجاير ما فيهاش جذور حره. الجذور الحره من انتاجك انت، وانتاجها على مدار اليوم ثابت وبيزيد مع الاسترس، ثابت وبيزيد مع الاسترس. يعني في بيزل برودكشن، في بيزل برودكشن يعني ايه؟ يعني انا عندي انتاج ثابت كل يوم من الجذور الحره، ما ينفعش ما بنتجوش، لان انا عندي مرتاح يعني ات اني مومنت. اما اجي اتشيك عليك الاقي في مليار ونص فيروس بيجروا، شويه في النسيج البيني، شويه في الدم، شويه في مش عارف فين، هتلاقي مليار ونص فيروس، غير تريليونات من البكتيريا بتعوم وبتروح وتيجي. ما هو انت امعائك مليانه، واللي حافظها من الترانسلوكيشن، يعني انا اتنقل من الانبوبه المعويه جوه الجسم، اللي حافظها الانتجريتي بتاع الامعاء، سلامه البطانه، بطانه الامعاء اللي هي بتنتهي بمجرد وفاتك. عشان كده مجرد ما البني ادم بيموت هذا الغشاء بيقع،
اللي هو الغشاء المعوي، وتبدأ البكتيريال ترانسلوكيشن. البكتيريا هتطلع من أمعائك على محتوى البطن وتبدأ تاكل فيه، ويسبب التعفن، ودي بداية تحلل الجسم. تحلل الجسم بيحصل منك فيك، مش مستني الدود من بره ياكلك، لا، هيبدأ من بكتيريال ترانسلوكيشن. يعني البكتيريا هتطلع من جوه الامعاء، تتنفض جوه بطنك، تاكلك، وانت بقى بتتحاسب دلوقتي. يبقى البكتيريا بتاكلك بره، والدود بقى اما تاكلك من جوه، وبعدين تتحاسب. حافظ بقى على نفسك يا بابا، انت كلك يعني من الموضوع مش مستاهل، شويه بكتيريا هتخلص عليك في الاخر. اللي حافظ البكتيريا دي بقى جوه حاجه اسمها ايه بقى؟ intestinal integrity، سلامة البطانة أو الغشاء المبطن للأمعاء. ده اللي حافظك يا باشا من التريليونات البكتيريا دي إنها تاكلك. ففي توازن ربنا خلقه وأمرك تحافظ عليه. بإيه؟ بإن أنت تحافظ على مدخلات بق حضرتك. حتى ما قال لبني إسرائيل، قال لهم إيه؟ بيكلم بني إسرائيل: يا بني إسرائيل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. حتى ربنا بيحذرهم، حتى الطيبات اللي انت هتاكلها ما تطغاش. فاهم قصدي؟ وتغوينا السابق جه على دماغنا دلوقتي. خلقنا وزرعنا اكتر من احتياجنا. ناس بتجوع في اماكن واحنا قاعدين بنشبع، قاعدين بنتكلم في لحمه يوم يوم لا، ولا سمك مره في الاسبوع، وفي ناس تانية مش لاقيه كبشه رز تاكلها تعيشها. فهمت قصدي؟ فخلاك انت في حته بس. بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى اكون يعني ما زعلتكوش وما اكونش اتعصبت جامد النهارده. يعني يكون كلامي على قد الكلام اللي جاي على قد اللي راح. ماشي؟ الكلام اللي جاي على قد الراحه. وبعدين مفيش سجاير حرام يا باشا. اللي حرم يشيل تحريمه. اللي حرم السجاير يشيل التحريم يا باشا. انا مش انا اللي حرمتها، اللي حرمها يا باشا. واحد كل تين تعب، واحد شرب علبه سجاير ما تعبش. احرم مين؟ بذمتك انت؟ يعني بالعقل كده. يعني انت دلوقتي بتاكل بيض بيجيب لك ذئبه حمراء، بيضه فراخ بتجيب لك ذئبه حمراء، البيضه بتجيب ذئبه حمراء. احرم مين؟ ومين اللي يدلني؟ انا على التحريم؟ انا باشا مفتي الجمهوريه، انا شيخ الازهر، انا ايا كان الجهه الدينيه اللي هحرم واحلل. هحرمها واحللها بناء على ايه؟ على راي طبي جالي، صح؟ انا يا باشا طلعت قلت لك لا، والدقيق هو سم. المفروض بقى يطلع بكره الصبح تصريح، وهو على فكره بمناسبه شيخ الازهر ما بياكلش دقيق، يطلع يقول الدقيق يا جماعه مضر الصراحه، ان هو ماشي على النظام بتاعي. المفروض يقول لك بقى ايه؟ الدقيق يا جماعه مضر عشان ما حدش ياكله. لكن احنا ملناش دعوه يا باشا، دي سياسه. ماشي؟ يعني يا باشا دي سياسه، ما توجعليش انا بقى دماغي. بتقولش السجاير حرام، اللي حرمها يشيل التحريم بتاعه عشان خاطر يحط تحريمه على حاجه تانية. يحطه على رغيف العيش، يحطه على الدقيق الابيض، يحطه على منتجات البيض والالبان والفراخ المتهرمنه، فاهم؟ يحطه على حاجات سببت المرض والضرر. ما تدوروش على كبش فدا تعلقوا عليه كل مشاكلكم. يعني واحد يقول لك ايه؟ هو الاسترس هو اللي عامل فيا كده. ماشي؟ يعني انا الاسترس هو اللي مبهدلنا كده الصراحه. يا باشا ما تعيش الوهم وتعلقوا على شماعته كل اعراضك. مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها السجاير سبب سرطان البروستاتا. باشا انا عايز ميكانيزم. احكي لي ميكانيزم، وميكانيزم يفهمه كل انسان. انا وظيفتي من يوم ما طلعت لحد النهارده، ماشي؟ التحريم اغلق في كتاب الله بالظبط. ما حدش يحرم النهارده، ما حدش يالف. حرام شرعا دي ما حدش يطلع يالفها، ما تطلعش تالفها. فهمت قصدي؟ فانا قلت لك، تلاقي واحد يقول لك ايه؟ يا دكتور انا مشكلتي بس ان انت بتشرب سجاير وهي حرام. يا باشا انت مش حرام، انت تطلع يا باشا من الحوار ده. اطلع من الحوار ده. اللي شايف ان ده حرام واللي بيحصل في اهل غزه حلال يجي كده على اليمين وما يجيليش اصلا يا باشا. ما تجيش عندي اصلا. انا كلامك بالنسبه لي مش مقبول خالص. انا باشا اعرف الصح والغلط. انا راجل كبير واعرف الصح والغلط، واستفتي قلبك ولو افتوك.
فانا مش هسمع النهارده حد يقول لي الفوائد البنوك حلال ولا حرام يا صاحبي. انا عارف يا باشا انها حرام، انتهت. التعامل مع البنوك في حد ذاتها انا شايفه بوجهه نظر، فما تقنعنيش بغيرها. واحد كاتب الهبوط قبل ما تقفل يا دكتور. لا، اهبطي يا ام فريده، اهبطي اهبطي خالص. انا عايز هبوط حتى الغيبوبه. قالك تفضلي تهبطي 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 لحد ما تخشي في غيبوبه. سامعني؟ الهبوط قبل ما تقفل. الحقني الهبوط قبل ما تقفل. اقفل باشا. الانسولين، افراز الانسولين مرتبط مش كميه الاكل، السكر المأكول، لا، بكميه بمحتوى الاكل اللي انت واكله. هيعمل انسدادات في امعائك ولا لا؟ يعني دلوقتي لو شربت 10 لتر من العصير ده مش هيطلع عليهم انسولين غير حاجات بسيطه، تفافه يعني، ماشي؟ يعني تفافه خالص. لكن كلت بقى حته بسكوته، بسكوته قد كده اهو، سخنتوته كده قد شفايفك الجميله يا عسل. اللي سال ده، اللي سال السؤال ده، بسكوته سخنتوته كده، خلاص، بسكوته سخنتوته كده اهو. دي تعمل له بقى انسولين بالعبيط. ليه يا باشا؟ دي انسداد على مدار اليوم. هتنزل في بطنه ترقد في معدته، بعدها بشويه تنزل في امعائه وتسده شويه 12، بعدها تعدي في الامعاء الدقيقه 12 وتلف عليك كده. ام فريده بتقول لك حرام عليك يا دكتور. طب كنت جاوب بدل ما تقول كده. ما هو انت بطنك منفوخه يا بابا. ما انا بقالي ساعه بقول انتفاخ البطن يعمل هبوط، اقسم بالله قلت، بس انت كنت انت هبطانه. اما رجعتي بالسلامه قلت لك خلاص بقى خش في الغيبوبه وخلاص، مش مهم يعني. الارياف لا تبيع القمح وتشتري توست لو حرق لو ايه. هتلاقي كل واحد يقول لك ايه، اصل ده مسرطن. مسرطن يبقى انت فهمت السرطان بيحصل ازاي. اطلع يا باشا كده بملو هدومك بكرافتتك. انا عارف انت عندك كرافته جديده لايقه على كرش امك. اطلع قول لهم النهارده انا هحل لكم لغز السرطان. ويعني ايه مسرطن؟ اصل المسرطن ده اسم فاعل من سرطن يسرطن، فهو مسرطن. المسرطن يبقى هو اتسرطن. يعني لما اقول قمح مسرطن يبقى هو القمح ده متسرطن، هو اتسرطن خلاص، هو فيه سرطان. يعني لما اجي اكشف عليه اقول له فيه سرطان في القمح. المسرطن ما يسبب السرطان في غيره، ما وقع الفعل منه على غيره. ارجوك افهم. فمسرطن فيقول لك هذه الماده مسرطنه، اذا انت تعلم كيف يحدث السرطان. اطلع بقى يا باشا وقول هذه الماده مسرطنه بتعمل 1 2 3. ما تطلعش تقول بقى عبط. الماده دي مسرطنه لانها بتزود الدهون الثلاثيه. انت كده بقى بتهزي. يعني انت كده عايز قميص بالعكس، هلبسك القميص بالعكس ونقول لك تعالى هجوزك هنومه، تعالى يا اس هجوزك هنومه، تعالى ولا انت حلو، انت لمعه عينيك بتقول ان انت ذكي، انت واللي جابتك، خد تعالى. بيزود الدهون الثلاثيه، فبيعمل ايه بقى؟ بيجيب السرطان ازاي؟ يا تعالى افهم. انا عايزك تيجي بس تقول لي الحته دي. اقول لك بيعمل طفرات، بيلعب في الدي ان ايه بتاعك يا باشا. طب لعب ليه في الدي ان ايه بتاع كبدي وساب الدي ان ايه بتاع دماغي؟ ولا ما عجبوش؟ لقاني حمار يا باشا. هو لقاك حمار فعلا فقال اروح الكبده اسهل يا باشا. لا يا باشا، والنبي لله ما تسمعش كلام هكس. ما تسمعش كلام ايه هكس. انت عايش 60 سنه هيخلصوا عليك ويكملوا التجربه على ابنك. يا ده افهم. اقف 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 لله عشان عيالك. انت خلاص، انت التجربه خلصت خلاص، انت التجربه نجحت عليك، وانت الحمد لله اشتغلناك بما فيه الكفايه، والحمد لله انت طلعت زبون. الحق بقى الواد اللي وراك ده، ولا انت سايبه؟ يعني ابنك ما مش حبيبك ده؟ مش انت كان نفسك تدي واحد يشيل اسمك؟ يعني يشيل اسمك وهو معوق بالمنظر ده، كرشه سابقه ورجليه مكسحه وعرقان في عز ليه يا بابا؟ يا حبيبي مش ده اللي انت. اشكرك يا اسماعيل. يا جماعه اسماعيل القصري بيقول لي نفتخر بك، فانا قلت اقول لكم اسماعيل يا جماعه بيفتخر بيا. اشكرك يا اسماعيل. اشكرك. فادي فؤاد، تسارع ضربات قلب مستمر سني 35. اشكرك يا اسماعيل. اسماعيل يا جماعه بيفتخر بيا انا، وانا كمان فخور بيك يا اسماعيل. انا بحبك. وايمان العاصي بعت لي قلوب، وانا كمان يا حبيبتي والله انا كمان.
فانا كل اللي بقوله حضرتك قبل ما تسمع سرسب يا باشا واحده واحده لحد ما احنا هنعرف نغير الوضع يا استاذ صبري. يا باشا احنا حاولنا مع اساتذه في كليه الزراعه ما عرفناش نوصل لخامه نعرف ناكلها للناس. يا باشا انا عايز اجيب نتيجه في الاخر. عارف يعني ايه عايز اجيب نتيجه في الاخر ولا لا؟ يعني عايز اجيب نتيجه في الاخر. فما اديني فرصه مع حضرتك، ماشي؟ ما تتعبنيش، يعني ما تجيليش، ما تضغطش عليا، ما تقوليش بقى التوست صعب يا باشا بتصعبها عليا. خلاص صعبها على نفسك، مش عليا صعبه اصلا. انا حليت لك وجبت لك حل، فما تضغطش عليا اكتر من كده، يعني فاهم؟ الى ان يأذن الله بشيء اخر. انت فاهم قصدي؟ ما تتعبنيش يا باشا. يا باشا انا تعبت يا باشا. كلنا عايزك ترفع راسي فوق، والله يا باشا هنرفع، والله عايزك ترفع راسي فوق يا خلف. فلله اتباعك ما بلاش تاكل توست خالص يا باشا، وما تاكلش قمح يا باشا. القمح فيه حاجه يا باشا، هو فيه حاجه القمح انا ما اعرفهاش ايه هي يا باشا. وحاولت ادور على حد يعني يفيدني، ما حدش فادني. بس اللي اعرف اقوله ان ده مضر وبيعمل 1 2 3 4 5 مشاهدات عينيه اكلينيكيه عمليه. ده اللي انا عايز اقوله يا استاذ ابو النصر. وصبري برضو يقول لك وانا، ورنا فاروق وتفتخر بيا برضو على فكره يا اسماعيل. مش انت لوحدك اللي افتخرت بيا يا اسماعيل، انت مش لوحدك، احنا كلنا معاك. العيش التوست ب 50 جنيه، واقل علبه دفلوكان قرص واحد ب 100 جنيه. الدفلوكان اللي بيتاخد حبايه. واميره فاروق اميره فاروق حبيبتي هنا فوق، ورنا فاروق حبيبتي هنا، وميموز برضو. كل الناس بتحبني، كل الناس بتحبني الحمد لله. امال مين اللي بيشتمني بس؟ امال مين اللي مين اللي بيشتموني؟ مين اعدائي؟ انا مش آه، حضرتك انا يا استاذه ريهام الشربجي، انا في وقت معين كان اليأس وصل لقلبي خلاص فيه، فبناء عليه كنت مضطر اني اكون واقع، واني اكون مش واقع لوحدي، لا، اكون واقع بجمهور على الارض. وما سبتش فرصه، وما سبتش مناسبه غير لما حاولت اوصل صوتي لناس كتير. ماشي؟ انا زمان كنت بقعد على الكافيه مثلا مع اصحابي، وبعدين تلاقي واحد على ترابيزه جنبنا ملناش علاقه بيه اصلا، بقوم قايم اقول له، وطالب بيتزا بقى وطالب بتاع، واقعد ازق له في ده وازق له في ده، واقول له يا باشا واحنا قاعدين كده، احنا ماليش دعوه بيا، الولاد ده ولد حمار ممكن يقوم يتخانق معايا اصلا. بس انت بتحاول، كنت بحاول، انا واثق في اللي بقوله، وواثق في اللي عايزه يوصل للناس. ماشي؟ فبناء عليه كنت لازم اكون امر واقع. امر واقع يعني امر واقع، يعني ناس تقعد مطبقه وبيحاصروا الناس اللي بتقول الكلام القديم، ونازلين بنتائج، ونازلين بقوه، ونازلين بفهم، وابسط معلومه، واحاول احط يعني سلسله حلقات. يا باشا اصطدمت مع دماغي عشان اعرف اقول الكلام كتير اصلا. قعدت شهور وسنين عشان افكر هبدا منين واقول ايه. اصطدمت مع الناس اللي بيصوروا لي الفيديوهات، الناس ما بقتش فاهمه انا بقول ايه اصلا. يعني انت فاهم؟ ما بقاش فاهم انا طالع اقول ايه، يعني اطلع اقول دقيق، واطلع اقول الملح مش خطر هو الواد بتاع التسويق اصلا مش فاهم انا عايز اقول ايه. فتلاقيه انا حاطط الكلام ده، وبالليل حاطط لي هو فوائد الخيار للشعر. يا عم بقول له ايه الكلام اللي انت كاتبه ده؟ يقول لي يا دكتور ده ما حدش بيبص على الصفحه اصلا. انت فاهم قصدي؟ ما حدش بيبص على الصفحه من اصله. بيقول لي هنقول للناس تيجي تزورك ازاي ما انت ما بتقولش ولا كلمه الناس عايزه تسمعها. ماشي؟ فشفت بقى ايام سودة، يعني شفت ايام سودة وتعبت. فخلاص بقى الحمد لله. انا شايف الناس دلوقتي بقى في وعي، بقى في ناس بتعرف تتكلم، معنى ان الفكر بقى يتاخد ويتقال على لسان ناس تانية، يعني اتحفر لنفسه تراكس. الحمد لله شفت دكاترة من دمياط عملوا مستشفى ومتبنيين الفكر، وخلاص عرفوا يعني ايه علاج حقيقي. بس خلاص يا باشا، يبقى احنا كده بنحقق بفضل الله، والحياة بدأ يبقى ليها شكل مختلف عن اللي جاي.
بقى ليها شكل مختلف عن اللي جاي، عرفنا سبب امراضنا، سبب مشاكلنا. شكرا يا عادل، عادل ابو زيد ده حبيبي يا جماعه. ماشي، فخلاص الحمد لله. دلوقتي مع ساعات اذان الفجر هستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ادعوا لي وخلوا بالكم من نفسكم. آه وشدوا حيلكم. الدنيا سهله يعني، والله سهله، مفيش اسهل منها يعني. ربنا عايز مننا حاجات اهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا 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 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. اعملوا وعملوا. فأرجوكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشوفكم على خير، وتصبحوا على خير. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير يا إيمان. مع السلامة يا أميرة.